في عالم القوى فيه مش بتتولد مع البشر ولكنها بتختارهم. ذراع ميكانيكية واحدة كانت كفيلة انها تقلب حياة شاب عادي لحرب ما يعرفش مين فيها العدو ومين الحليف. منظمات بتقاتل من اجل السيطرة، اسرار مدفونة من سنين، ومعارك كل ضربة فيها كفيلة انها تغير مصير العالم. ولكن السؤال الحقيقي هو القوة دي هتنقذك ولا هتكون السبب في هلاكك؟ فهل أنتم جاهزون لملحمة من الأكشن والإثارة والتشويق؟ ردوها علي إن استطعتم، وهيا بنا نبدأ في سرد الحكاية. كل حاجة بدأت بشعاع نور بيخترق السماء من قلب مبنى في وسط المدينة، وداخل المبنى ده قوات الأمن بتوصل بيحاولوا يقبضوا على المتسلل اللي اقتحم المبنى وهي البنت دي. ولكن البنت ايه؟ نينجا يا صديقي، بتستخدم أذرع آلية خارجة من جسمها بتتحرك بكل خفة لحد ما بتوصل للسطح المبنى. ولكن كان في قوات أكتر مستنيينها هناك، بتستدعي الأذرع الآلية بتاعتها وبتنطلق ناحيتهم بتجيبهم الأرض في ثواني. ولكن للأسف العدد كان كبير جدا وبينجحوا إن هم يقيدوها بمسدسات بتطلق أشعة. وساعتها بيظهر الواد الغريب ده بيقول لها انت اتجرأتي وتسللتي للمقر بتاعنا، جه الوقت اللي تدفعي فيه تمن غلطتك. بيستدعي ذراعه الآلية هو كمان، وفي ثواني بيسحب الشيء اللي سرقته من المبنى من ايديها. ولكن على مين ده هنضمك يالا؟ البنت مش بتسكت وبتنجح انها تتخلص من تقييدهم ليها، بتنقض عليه وبتبدأ في قتاله، ضربات يمين وشمال ما بين الاتنين والوضع اخر حماس. بيحاول بقية الفريق يقيدها مرة تانية ولكن البنت ملهاش ملك يا صديقي، بتنقض عليه تاني وبتنجح انها تطير الانبوب الزجاجي من ايده واللي كانت جايه علشان تسرقه منهم. ولكن للاسف هنا بتحصل المصيبه والانبوب الزجاجي بيتكسر، وده اللي سبب الشعاع العملاق اللي اخترق المبنى والسماء حرفيا، وهو ده اللي شافه بطلنا هيكارو من شويه. وبالمناسبه يا صديقي ده هو هيكارو، كان بيتمشى بالعجله بتاعته في امان الله وفجاه شاف شعاع قدامه بيخترق السماء. الغريب انه سمع صوت من الشعاع ده بيطلب منه المساعده، ولكن اللي ما كانش هيكارو يعرفه ان محدش سمع الصوت ده غيره. تاني يوم بيصحى هيكارو مخضوض من النوم، بيطلع من البيت علشان يروح المدرسة وبيركب المترو وهو بيسأل نفسه عن اللي حصل امبارح. بيحاول يدور في الأخبار عن أي حد كان بيتكلم عن الموضوع ولكنه مش بيلاقي، وكأنه ما حصلش أي حاجة من الأساس يا صديقي. أصحابه بيوصلوا وقتها وبيروح يقف معاهم، بيحكي لهم عن اللي حصل امبارح والنور العملاق اللي شافه، بس محدش بيصدقه. بيقول لهم انا حتى صورت فيديو، بيوروهم الفيديو اللي صوره، بس الغريب يا صديقي ان ما كانش فيه اي حاجه باينه في الفيديو. هيكارو نفسه بدأ يقتنع ان كل اللي شافه ده وهم، ولكن فجأة بيسمع الصوت مرة تانية وهو بيقول له ساعدني. محدش من اللي واقفين كان سامع الصوت ده غيره يا صديقي. بيسيبهم وبيروح ناحية المكان اللي شاف فيه الشعاع امبارح، بس الغريب انه بيلاقي المكان مقفول ومتشمع، وفي حد من الشرطة بيجي ناحيته بيقول له امشي من هنا، المكان ده محظور التواجد فيه حاليا. بس وقتها هيكارو بيسمع الصوت للمرة الثالثة وهو بيطلب منه المساعدة. بطلنا هيكارو بيقرر يدخل، بيفضل يدور لحد ما بيلاقي مكعب ذهبي غريب. بيقرب هيكارو من المكعب ده وهو مرعوب، ومجرد ما بيلمسه طاقة رهيبة بتخرج منه بتملى المكان. المكعب بيطير في الهواء بينزل بعدها على ظهر هيكارو اللي بيخرج منه شعاع رهيب بيخترق السماء. المفاجأة ان المكعب ده طلع ذراع آلية زي اللي شفناها قبل كده والتصق في هدوم هيكارو. طبعا هيكارو كان مصدوم وبيسأل الذراع الآلية ده انت مين، ولكنه ما كانش فاكر اي حاجة. للاسف ما كانش في وقت يتعرفوا على بعض اكتر من كده. بيظهر في المكان احد درونات التوصيل، واول لما بيشوف هيكارو مع الذراع الآلية بيطلع منه منشار كهربائي وبتبدأ تهاجمهم. بيهربوا من الدرون بسرعة ولكن هيكارو بيتكعبل وبيقع. ساعتها الذراع الآلية بتتصدى للدرون ده وبتدمره. بيقول لهيكارو مفيش وقت للراحة، فالدرون ده بعت اشارة لبقية الدرونات وبيظهر عدد كبير منهم. احنا لازم نتعاون مع بعض علشان نخرج من هنا على قيد الحياة. في الوقت ده بينتقل بينا المشهد عند الناس دول واللي بيعرفوا ان تم العثور على الذراع الآلية مع احد المواطنين وهو هيكارو، والاوامر اللي عندهم كانت واضحة وصريحة وهي استرجاع الذراع الآلية بأي ثمن ومهما كانت الوسيلة. في الوقت ده كان هيكارو قدر يهرب من كل الدرونز اللي بتطارده ونجح انه يستخبى. بيقلع قطعة الملابس اللي ملتصق بها الذراع الآلية وبيسيبها علشان يمشي. بيحاول الذراع الآلية انه يوقفه بس هيكارو مش بيسمع له، واول لما بيبعد عنه الطاقة بتختفي منه تماما وكأنهم مربوطين ببعض. بيعرف هيكارو وقتها انه لبس فيه خلاص، والواد ضميره بيمنعه انه يسيبه وسط كل ده لوحده، فبيروح ياخده بيقول له يلا بينا نخرج من هنا. بتظهر مجموعة من الدرونات مرة تانية وهيكارو بيستعد علشان يجري، ولكن الذراع مش بيديله فرصة وبيسحبه وبيجري بيه، ولكن بيمسح بيه الارض حرفيا. الدرونز كانت لسه بتطاردهم وهيكارو خلاص جاب اخره يا صديقي. ساعتها بيوصل شخص جديد على المكان، البنت اللي اقتحمت البرج وكانت السبب في هروب الذراع الآلية واللي اسمها آكي بالمناسبة. بتستدعي الذراع الآلية وبتقضي على كل الدرونز بهجوم واحد بس، وبتقول له اخيرا لقيتك يا ألما. هيكارو وألما مش بيلحقوا يفرحوا، لو اتحركتوا من مكانكم موتكم هيكون على ايدي.
بس وقتها بيظهر اللعين ده فاكرينه. هيكارو بيستغل ظهوره وبيهرب من المكان هو وألما. اكي بتحاول تروح وراه ولكن الواد بيهاجمها فمش بتلحقه. وفي الوقت اللي هيكارو كان بيهرب فيه كان بيفكر في كل اللي حصل معاه ووصله للوضع اللي هو فيه ده. بيقول انا اللي عملت في نفسي كده وحطيتني في خطر. ألما لما بيسمع كلامه بيقول له سيبني هنا وامشي. هيكارو بيقول له انت مش هتقدر تكمل من غيري، بس ألما بيشكره بيقول له انت طيب وانا مش عايزك تتأذى. اكي وقتها بتوصل للمكان واول لما هيكارو بيشوفها بيقول له زي ما بدأناها سوا هننهيها سوا يا صاحبي، انا مش هسيبك تواجه المصير ده لوحدك. الاتنين بيستعدوا علشان يواجهوا اكي. بينطلق هيكارو ناحيتها بكل سرعته وقبل ما يوصل لها بلحظات ألما بيتحول وبيتفعل قوته. ألما حجمه بيتضخم وبهجوم واحد بس كان قادر يسويها بالارض. اكي نفسها كانت مصدومه من قوته. بيهربوا من المكان بسرعه قبل ما تستجمع قوتها وتقوم مره تانية. بنشوف بعدها الواد ده وهو بيتوعد للي سرق الذراع بتاعته انه هيدمره وشكل هيكارو داخل على ايام سودا يا صديقي. بنشوف اكي لما وصلت للمنظمه التابعه ليها وبتعرفهم ان هي فشلت في القبض على هيكارو. الكل بيكون مستغرب ان بشري عادي قدر يستخدم قوه ألما. بيقول لها القائد احنا لازم نلاقيه قبل ما مجموعه كاجامي تتعرف على هويته وتلاقيه قبلنا. تاني يوم كان في 2 من اعضاء منظمه كاجامي بيراقبوا هيكارو، والاتنين دول هم توس واونر. هيكارو بيحاول يستخبى علشان عارف ان اكي هنا وبتدور عليه. بيقول انا ما كنتش متوقع ان هي تيجي المدرسه. الواد بيروح يستخبى في الحمام منها ولكنها بتدخل له. بتقول له لو عايز تعيش تعالى معانا بهدوء. هيكارو بيهرب منها والمدرسه كلها بتتفرج عليهم وهي خارجه ورا من حمام الولاد. بيروح يقعد على السطح مع اصحابه. واحد منهم بيقول له هو انت ايه اللي بينك وبين اكي يا معلم؟ العيال فاكرين ان الجزاره المتجوله دي معجبه بهيكارو. اكي بتطلع وراها على السطح وفي ثواني هيكارو بيستخبى. بتتكلم شويه مع صاحبه هيكارو اللي اسمها ميرو فبتقولها بما انك عايزه تتكلمي مع هيكارو فانا هظبط الموضوع. وفي وقت الراحه ما بين الحصص ميرو بتروح تديله رساله من اكي كاتبه له فيها انها تستناه في المبنى القديم بتاع المدرسه بعد اليوم الدراسي. الواد بيتصدم بس ما كانش عنده حل تاني غير انه يروح. بالفعل يا صديقي اليوم بيخلص وبيروح يقابلها. بيقول لها انت مين وعايزه مني ايه؟ بتعرفوا انها عضو في منظمه ارمز وان تم تكليفها من المنظمه بمراقبه ألما وحمايته، ودلوقتي انتوا هتيجوا معايا للمقر الرئيسي. بيتكلم احد الاذرع الاليه بتاعت اكي وبيقول المفروض كنا نجيب ألما لوحده بس بما انكم ارتبطتوا فاحنا هناخدك معانا. ولكن هيكارو ما كانش عايز يروح، ولكن ألما كان شايف انه ممكن يعرف اي حاجه عن نفسه بما انه فاقد الذاكره. بيقلع هيكارو الهدوم اللي متصل بيها ألما وبيسالها هو اللي بيفقد طاقته لما بيبعد عنه. اكي نفسها ما كانتش مصدقه. المفروض ان الارتباط يحصل ما بين البني ادم والارمز عن طريق الجسم. كانت مصدومه انهم مرتبطين عن طريق الهدوم فبتنقض عليه وبتقول له انت لازم تتفحص حالا. هيكارو وقتها بيخاف من بنت المجنونه دي. بيقول لألما ما تعمل اي حاجه يا عم انت، هو انت واقف تتفرج؟ بيحاول ألما يستخدم قوته ولكنه بيفشل يا صديقي. وهيكارو اول لما بيلاقي الوضع كده بيشيل ألما وبيهرب بيه. اكي بتشغل الصواريخ وبتطير وراهم. وفي الوقت ده كانت توس واقفه على سطح احد المباني بتراقب مبنى المدرسه القديم. بتكلم اونر وبتساله عن الوضع عنده. بيقول لها ان في بنت من المدرسه واقفه قدام الباب وعشان كده مش عارف ادخل. بنشوف في الوقت ده هيكارو اللي فاكر انه نجح يهرب من اكي ولكن فجاه بيلاقي اكي مكسره السقف فوق دماغه. بتخنقه بتقول له انا ما اعرفش انت ليه ما قضيتش عليا اخر مره، انا عارفه انك انت بتخدع ألما مش بيتحرك بسببك، انا لازم اقضي عليك دلوقتي حالا. ميرو بتدخل عليهم في الوقت ده وكانت فاكراهم في مقعد غرامي فبتسيبهم وتمشي. هيكارو بيستغل انشغال اكي بميرو وبيهرب يستخبى. كان لسه رايح يخرج بره المبنى ولكن بيلاقي اونر في وشه. بيقول له هيكارو انت من مجموعه كاجامي مش كده؟ بيحاول يخبي ألما في هدومه بس اونر بيقول له انت مش محتاج تعمل ده. وقتها بيفعل الذراع الاليه الخاصه بيه واللي بتطلق موجات صوتيه عليهم. مش بتاثر في ألما ولكن بتاثر في هيكارو. ما عادش متزن ومش قادر يتحرك وكمان الرؤيه بالنسبه له مش واضحه. وكمان توس بتطلق عليه النار من فوق المبنى اللي هي عليه. لحسن الحظ بيتفاداها وبيسد ودنه بيهرب من المكان ولكن اونر بيطارده وتوس بتستمر في اطلاق النار عليه من الشبابيك. ألما بيقول له في حاجه غلط، انا مش حاسس باي اراده من الذراع اللي مع اونر. بيطلق اونر في الوقت ده موجته عليه مره تانية وهيكارو بيسقط على الارض. توس بتستعد لاطلاق الرصاصه اللي هتخلص بيها حياته وهتقضي عليه تماما. ولكن قبل ما الرصاصه توصل لهيكارو اكي بتظهر وبتتصدى ليها. بتقول لهم الاذرع اللي معاكم دي مقيده ولكن انتوا مش من نوع الدودي على ما اعتقد. وساعتها بس بيعرف اونر ان هي من الارمز. بنعرف وقتها ان القيد ده عمليه بتسلب الذراع وعيه تماما، يعني الارتباط ما بيكونش طبيعي. بمعنى تاني بيحول الاذرع لعبيد ملهاش لا حول ولا قوه.
اونر بيبدا في الهجوم عليهم، بيقول لهم احنا مش محتاجين اراده الاذرع في اي حاجه، انا بتمتع لما بشوف الضعفاء اللي زيكم بيعانوا. ولكن اكي يا صديقي بتقف على رجليها مره تانية، بتقول لهيكارو استخبى انت وانا هتولى امرهم. هيكارو ما كانش عايز يسيبها لوحدها في الموقف ده، بتقول له مش هينفع نسمح لهم ياخدوا ألما، وبالفعل بيهرب هيكارو من المكان. ولكن ألما يا صديقي ما كانش عاجبه الوضع، بيسيب هيكارو بيقول له اهرب انت، انا لازم اساعد اكي مش هقف اتفرج. في البدايه هيكارو كان عايز يهرب ولكن ما قدرش يهرب زي الجبان ويسيبهم يقاتلوا لوحدهم. وزي ما توقعت بالظبط ألما طاقته خلصت اول لما بعد عن هيكارو، بيقول له انت كنت عايز تروح من غيري ازاي؟ ألما بيقول له انا كنت متاكد انك هترجع علشاني، فبيرد هيكارو بيقول له مش هسيبك يا صاحبي، بس احنا لازم نحط خطه ونشوف حل مع الذراع والهجمات الصوتيه بتاعه اونر. وقتها ألما بيقول له انا عندي فكره. اما توس فبتنزل من على سطح المبنى اللي كانت عليه، واونر نجح في تقييد اكي. بتساله عن ألما وهيكارو، بيقول لها ان هم مستخبيين جوه المبنى. توس بتقول لاكي انا كان نفسي اقتلك هنا بس للاسف عندي اوامر اني ارجعك عايشه. ولكن فجاه هيكارو بيظهر عندهم وبيبدا في الهجوم على اونر. ايه يا ابني انت جبت الجرأه دي كلها منين؟ بيحاول اونر يستخدم موجاته الصوتيه عليه ولكن بدون تاثير. فهيكارو كان لابس سماعات في ودانه وهجوم على طول من هيكارو، ولكن اونر بيتفاداه. بيجري هيكارو ناحيه اكي وبيحاول يفك القيد بتاعها، وبالفعل بينجح في النهايه. اكي اخيرا بتتحرر يا صديقي، بتمسك توس وبتستخدمها كدرع وبتجري ناحيه اونر، وفي ثواني بتوجه له لكمه بتطيره من مكانه. بتروح تطمن على هيكارو بس خلاص المبنى من كتر اللي حصل فيه بدا ينهار. بالفعل المبنى بيسقط بس اكي بتقدر تحمي بطلنا واللي كان فقد الوعي تماما. وساعتها بيوصل الزعيم مع بقيه اعضاء ارمز وبيقول لها هنفضل ننظف وراكي في كل مهمه تروحيها لحد امتى يا اكي؟ هيكارو بيفتح عينه بعدها بيلاقي نفسه في مكان غريب، حواليه مجموعه من الاشخاص بيسالهم انتوا مين؟ بيقولوا له احنا ارمز، مجموعه مهمتها تحرير الاذرع الاليه اللي تم القبض عليها من منظمه كاجامي، وانا قائد المجموعه دي واسمي الجاس. الغريب بقى ان الجاس ده بيكون متصل مع ذراع آلية اسمها فيست، وفيست بيتكلم مع ألما وبيرحب بيه وبيقول له انت مش فاكرني ولا ايه؟ انا اخوك الكبير يا ألما. بعدها بنشوف العالم كوين واللي بيقابل هيكارو وبيقول له بص يا صاحبي لما انت كنت نايم احنا عملنا لك شويه تحاليل، قدرنا نوصل ونحسب كميه الاير بتريوم اللي موجوده في جسمك حاليا واللي هي صغيره جدا بالمناسبه، وده لو جينا نقارنها بالكميه اللي بيملكها مستخدم الاذرع الاليه الطبيعي، يعني اقدر اقول لك انك كده مش مؤهل يا صديقي انك تكون من المستخدمين. وعشان تكون في الصوره، الاير بتريوم ده هي قوه بيولدها العقل البشري بتغذي الاذرع الاليه، وبما انك كنت السبب في انقاذ ألما فاحنا هنضطر نخليه في وحدتك مؤقتا، ولكن حاول ما تتصرفش من دماغك من غير ما ترجع لنا لانك مجرد بشري عادي في النهايه. هنا اكي بترد على كوين وبتقول له كلامك ده ما نقدرش نعتمده، لان هيكارو عنده القدره على استخلاص قوه ألما وده اللي حصل قبل كده، وعشان اثبت لكم كلامي سيبوني وانا هدربه بنفسي. تاني يوم بنشوف اكي وهي بتدرب ألما وهيكارو علشان يقدروا يواجهوا التحديات اللي هتقابلهم في المستقبل. في الوقت ده بيجي لهم اتصال من الجاس اللي بيستدعيهم من المنظمه، واول لما بيوصلوا الجاس بيوريهم صور لشويه جرايم، بيقول لهم ان دول مستخدمين تم تجريدهم من اذرعهم الاليه، والمستخدمين والاذرع بيموتوا بعدها بسبب فصلهم بالقوه، وده بيرجع لتسريب الاير بتريوم الخاص بيهم من نقطه الارتباط. ده غير انه اي شخص بيرتبط بذراع آلية بيكتسب قدرات بدنيه مذهله. هيكارو عينيه بتلمع ولكن بيقول له ده مش متوفر عندك فريح نفسك، احنا لسه ما نعرفش مين اللي ورا الجرائم دي ولكننا شاكين في مجموعه كاجامي. الجاس بيقول لاكي مهمتك دلوقتي هي حمايه ألما من اي خطر ممكن يهدده، وفي الوقت ده بنروح لمنظمه كاجامي، بيكونوا محتارين ومش عارفين يتصرفوا ازاي، ففي حد اسمه جامي سرق دراع آلية اصطناعيه من المنظمه. نرجع بقى لهيكارو واكي اللي بيكونوا لسه طالعين من عند الجاس، وبالصدفه بيقابلوا فرقه من مجموعه كاجامي. الفرقه دي كانت بتدور على جامي زي ما قلت لكم. اكي بتقول لهيكارو حاول تداري ألما وما تخليش حد يشوفه. بتبص بعدها لزعيم الفرقه دي واللي اسمه يامادا وبتقول له انت تعرف معلومات عن مستخدم الذراع الآلية من النوع الدودي؟ وطبعا بتساله لان ده نفس النوع اللي ارتكب الجرائم في حق مستخدمين الاذرع الآلية. يامادا اول لما بيسمع كلمه ذراع آلية بيقول لها انت عرفت كل الحاجات دي ازاي؟ بيقوموا رجالته في الهجوم عليها. اكي وقتها بتفعل الاذرع الآلية بتاعتها وبتدشمل الفريق بلمح البصر. في الوقت ده هيكارو بيلمح عيل صغير قاعد على جنبه وهو مرعوب. هيكارو بيبص له بيقول له المكان ده خطر عليك ولازم تمشي من هنا. الواد بيهرب وهيكارو بيروح وراه، ولما يامادا بيلمحهم بيشك فيهم، بيحول الذراع الآلية بتاعته لموتوسيكل وبينطلق وراهم. في الوقت ده هيكارو والواد بيكونوا متحصرين من فريق مجموعه كاجامي، ولما بيجي واحد منهم يهجم على هيكارو هنا ألما بيقرر يتدخل ويحميه، بس اول لما بيشوف يامادا جاي عليهم بيهرب من المكان. سرعتهم ما كانتش كفايه ويامادا بيلحقهم وبيمسك
بتمسك ألما. صاحبنا مش بيلحق يفرح لان اكي بتظهر وقتها وبتمسح بالارض هو الموتوسيكل بتاعه. في اللحظه دي اكي بتشد هيكارو من هدومه وبتقول له ايه اللي خلاك تمشي من جنبي؟ كان ممكن دلوقتي نخسر ألما بسببك، وخليك فاكر انك مجرد انسان عاجز ما تقدرش تحميه. هيكارو وقتها بيزعل وبيتضايق من كلامها وبيسيبها وبيمشي. بعدها بنشوف الواد اللي ظهر من شويه ماشي وراه وشكل كده عينه من ألما يا صديقي. في اللحظه دي اكي بتظهر وبتقف في طريقه وبتقول له رايح فين يا جامي؟ هو ده جامي اللي منظمه كاجامي بتدور عليه، واضح ان هي عارفاه كويس قوي. بيقول لها انا ما كنتش عايز اضيع وقتي معاكي بس انت اللي جبتيه لنفسك، ويفعل الذراع الآلية بتاعته وبيهجم عليها. على الجانب التاني ألما بيقعد يتحايل على هيكارو علشان يرجع لاكي وانها ما كانتش تقصد الكلام ده كله. بيقتنع وبيمسك تليفونه علشان يكلمها، بيتفاجئ بصوره مبعوثه له وهي واقعه على الارض وفاقده للوعي. مش بس كده وكمان بيلاقي تليفونه بيرن، ولما بيفتح بيتفاجئ بصوت الواد اللي قبله من شويه بيقول له انت لازم تسلمني ألما، ويا ريت ما تطولش لان انت عارف كويس اللي بيحصل لمستخدم الاذرع الآلية لما بتتسرق منه. ده لو انت يهمك حياه صاحبتك دي، الاذرع الآلية بتاعتها معايا ولو عايز تاخدهم يبقى تجيلي لوحدك. بيقفل هيكارو معاه وبيتصل بالجاس وبيحكي له على كل اللي حصل. بيقول له دول بيستهدفوا ألما، اوعى تتحرك من مكانك لحد ما ابعت لك حارس شخص جديد. بينهي معلمه الكلمه وبيطنش كلام الجاس وبيروح للموقع اللي جامي حدده له. اول لما بيشوفه بيقول له معقوله مش انت الواد اللي كان مرعوب وبيهرب من شويه؟ ألما بيكلمه بيقول له احنا جايين هنا نرجع الاذرع الآلية بتاعت اكي. جامي بيرد وبيقول له عايز دول؟ دي شويه قطع خرده ملهاش اي 30 لازمه، وهدفي هو انت يا ألما. انا سمعت ان اي شخص بيحصل عليك بيمتلك قوه خارقه، وانا عايز اشوف القوه دي دلوقتي. مش بيضيع وقته وبيفعل قوته، وبتظهر مجموعه من السلاسل الخضراء بتبدا تمتد في كل اتجاه. بتنطلق بسرعه جدا ناحيه هيكارو اللي كان مصدوم من قوته ولكنه بينجح في تفاديها. هيكارو بينطلق ناحيته بكل سرعته بدون اي خوف وبيحاول يخطف منه الاذرع بتاعه اكي ولكنه مش بيقدر. هجمات متتاليه من هيكارو ولكن جامي بيتصدى ليها كلها، وبهجمه واحده بس من جنب بيطير هيكارو لبعيد. بيقول له انا عارف ان انت جاي وعايز تثبت نفسك، زهقت من كتر ما بيتعاملوا معاك على انك شاب مالكش اي لازمه، بس انت مش هتقدر تغير حياتك يا هيكارو، فانت بالفعل ضعيف. بيفعل قوته لاقصى درجه وبيقول له اللي زيك مش هيكونوا قادرين يعملوا اي حاجه، ولكن هيكارو بيقول له لا، مش بيستسلم لكلامه وبينطلق بكل سرعته ناحيه جامي اللي بيحاول يهاجمه ولكنه بيتفادى كل هجماته. بيوجه له هجوم قوي جدا ولكن جامي بينجح انه يتصدى ليه. الهجوم بيأثر على جامي ولكن ما كانش كفايه انه يقضي عليه يا صديقي. بيشتعل من الغضب وبيحاوط هيكارو بالسلاسل بتاعته من كل مكان. بيهاجم هيكارو باحد مجساته، ألما بيتصدى لها وبيفتتها، ولكن اول لما بيحصل كده جامي بيبتسم. الواد جامي ده شكله بيخطط لحاجه. بالفعل صعقه كهربائيه بتصيب هيكارو وبيسقط على الارض مش قادر يتحرك. بيقيده جامي بالسلاسل بتاعته وبيفصله عن ألما وهيكارو بيفقدوا الوعي تماما، وده اللي كان جامي فاكره، ولكن فجاه القوه بتشتعل في ألما من تاني. بيتحركوا بيهاجموا ويوقعوا على الارض وبيزحف لناحيه هيكارو. بينادي عليه وبيقول له استيقظ يا صاحبي. يا جامي نفسه مش مصدق ازاي ذراع آلية اتفصلت عن صاحبها قادره تتحرك بدون اي طاقه. هيكارو هو كمان بيفوق وبيتحرك ناحيه ألما، واول لما يلمسوا الطاقه بتنفجر منهم هما الاثنين. ألما بيلتصق بذراع هيكارو والواد شكله بيتغير تماما. ايوه يا صديقي، هي دي قوه ألما الحقيقيه. كاجامي مش بيستسلم وبيحاول الهجوم على هيكارو، ولكن هيكارو بيقول له ده عند امك يالا. بيتصدى للهجوم بتاعه بكل سهوله. بيطلق ألما ناحيته وكاجامي بيحاول يتصدى لها ولكن فاكر ان الموضوع خلص كده يا صديقي. لا والله. بينطلق هيكارو ناحيته بكل سرعته وبيتصل مع ألما مره ثانيه وقوتهم بتزيد اضعاف. والهجوم ده يا صديقي كان كفيل انه يقضي على جامي ويخليه يفقد الوعي تماما، ولكن وقتها بيظهر حد من منظمه كاجامي وده اللي ما كانش في الحسبان. بيروح يشيل جامي وبيقول له اخيرا لقيتك. بيبص لهيكارو بيقول له انا عايزك تحمد ربنا ان انا مش جايب امر علشان اقتلك، لان ساعتها ما كنتش هرحمك. لو عايز البتوع دول خدهم. وبيرموا له الاذرع الآلية بتاعت اكي وبيسيبهم ويمشي. تاني يوم بنشوف اكي بتروح لهيكارو بتشكره على انقاذه ليها والاذرع الآلية بتاعتها. هيكارو وقتها بيستغل الفرصه، بيقول لها انت كنت بتدوري على ايه امبارح؟ بتقول له انا كنت بدور على قاتل عيلتي واللي بيكون مستخدم ذراع آلية من النوع الدودي، وللاسف ده الدليل الوحيد اللي عندي. بعد فترة مش كبيرة بيروح هيكارو في مهمة خاصة لاسترجاع أحد الأذرع الآلية من أحد المجرمين التابعين لمنظمة كاجامي، وبالفعل يا صديقي بينجح إنه يحصل عليه، بس من حظه الأسود إن المجرم بيكون الضخم اللي قدامه ده، وأول لما هيكارو بيشوفه بينطلق ومش بيبص وراه حتى، لحد ما المعلم ده بيرمي عربية قدامه وشوية صواريخ بيوقفوه بالعافية وبيوقعه على الأرض. مش بس كده، كمان بيفعل المدفع بتاعه بيضرب قذيفة ناحيته قوية جدا، ولحسن الحظ بيظهر كيرو وده واحد من أصحاب هيكارو التابعين لمنظمة أرمز وبينقذه من قدام الهجوم.
الهجوم. لما بيجي الضخم يهجم عليه مرة تانية بتظهر اكي وبتناوله بالرجل بترزعه في الارض. بعدها اكي بتبص لكيرو وبتقول له خد هيكارو وألما من هنا لان المكان خطير عليهم. المجرم الضخم ده بيقوم مرة تانية علشان يهاجمها ولكن طاقته بتتلاشى، بيقع على الارض وده لانه بيستخدم 3 اذرع آلية في نفس الوقت وده شيء بيكون محتاج تدريب كبير جدا. الغريب ان في حاجة بتظهر من وراه وبتمده بالطاقة من تاني، وكانت النتيجة ان حجمه بيتضاعف اكتر واكتر. اصل احنا كنا قادرين عليه وهو في حجمه الطبيعي. بيبدا الواد في توجيه ضربات متتاليه باتجاه اكي اللي بتنجح انها تتفاداها بكل مهاره، بس بيبدا التعب يظهر عليها. اكي بتستخدم 2 من الاذرع الآلية في النهايه، وفي الوقت ده بيظهر هيكارو بينقض عليه بسرعه مجنونه وبيديله لكمه بتطيره اللي بعيد. بتقول له اكي وانا مش قلت لك تهرب؟ الواد بيقوم مره تانية وبيوجه قذيفه ناحيه هيكارو ولكنه بيتصدى لها بكل سهوله. الاتنين بينقضوا على بعض وبيحصل بينهم تصادم، والواد الضخم ده بيرمي العربيه فوق دماغ هيكارو ولكن ده ولا بيأثر فيه. من قلب الدخان بينطلق عليه بلكمه قويه جدا بتخلص عليه تماما. تاني يوم بنشوف كوين وهو بيتكلم مع اكي بخصوص تحقيق في معلومات تخص مستخدم الاذرع الآلية من النوع الدودي، بس ما كانش عنده اي معلومات جديده فبتسيبه اكي وبتمشي. على الجانب التاني كان ألما بيحاول يصحي هيكارو علشان يروح المدرسه ولكنه ما كانش راضي يصحى، ولكن وقتها بتيجي اكي وبتطرشم على دماغه الازاز وبتقول له يلا بينا. الواد هيكارو بيكون متبت ومش عايز يصحى فبتشيله وهو نايم لحد ما بتدخل بيه للفصل. ساعتها كان بينتشر خبر ما بين الطلاب وهو ان في ولد جديد هينتقل للفصل بتاعهم، والمفاجاه صديقي ان الواد اللي المدرسه كلها بتتكلم عليه هو جامي. واول لما بيقابل هيكارو بيقول له انا جيت للمدرسه دي مخصوص عشانك. بيفضل يستفز في اكي وهيكارو وكانوا لسه هيفعلوا قوتهم ويقاتلوا بعض، ولكن بيجي له اتصال وقتها. الاتصال ده من حد اسمه تودو وده الشخص اللي انقذه المره اللي فاتت من ايد هيكارو. بيقول له عايز تخلي في اتفاقنا من اول يوم، مش اتفقنا ممنوع استخدام الاذرع الآلية في المدرسه. فبيضطر جامي يسمع كلام تودو وبعدها بيبص لهيكارو بيقول له انا ما اقدرش اذيك هنا، بس خلي بالك لما تمشي بالليل لوحدك في المدينه لان ساعتها لو قابلتك مش هرحمك. ولكن الواد جامي ده شكله عنده معلومات عن ألما، وعشان كده هيكارو كان بيحاول طول اليوم انه يقرب من جامي ويتكلم معاه، بس في كل مره اكي كانت بتمنعه، كانت خايفه انه يعرض حياته وحياه ألما للخطر. فبتيجي ميرو بتقول لهم بما انكم انتوا الاتنين بتتخانقوا عليه فاحنا هنعمل ما بينكم تحدي. بيكتفوا الواد هيكارو بيتفقوا ان هم هيتحاربوا مع بعض والفايز فيهم اللي يتصرف مع هيكارو زي ما هو عايز. الناس دي عماله تبيع وتشتري فيك كده ليه يا صاحبي؟ هيكارو بيكون عايز يخلص من الهطل اللي هم بيعملوه ده فبينادي على اكي وبيقول لها اشتريكي الوجبه اللي انت نفسك فيها بس سيبيني اسال جامي على كام حاجه. وزي ما انتوا عارفين اكي همها على بطنها فبتسيبهم وبتمشي وبتاخد معاها ميرو اللي كانت عامله نفسها حكم القتال. اول حاجه بيقولها هيكارو لجامي بما انك واحد من مجموعه كاجامي فعاوزك تكلمني عن ألما، وده لانه مش فاكر اي حاجه عن ماضيه وايه هو سبب وجود ألما اساسا. فبيرد جامي وبيقول له ألما اصلا بينتمي للعائله بتاعتنا وبيطلع تليفونه وبيوري له صوره قديمه بتجمعه بشخص اسمه ياكامو. وبالمناسبه ياكامو ده هو المؤسس لمجموعه كاجامي واللي معروف عنه ان من غيره المدينه دي ما كانتش هتكون موجوده اساسا. بس للاسف جامي ما كانش يعرف اي حاجه اكتر من كده. بيجي بقى اتصال لاكي من العالم كوين بيقول لها انا لقيت معلومه عن مستخدم الذراع الآلية من النوع الدودي. نرجع بقى لهيكارو اللي بيروح لمكتبه المدينه على امل انهم يلاقوا اي معلومه تربطهم بالماضي ومن خلالها يقدروا يعرفوا اي حاجه عن ألما. المهم بيفضلوا ماشيين في المكتبه لحد ما بيلاقوا صوره كبيره لياكامو متعلقه على الجدار، واول لما ألما بيشوفها مش بيقدر يمسك نفسه من البكاء وبيفضل يبكي وبيحس ان الشخص ده مهم بالنسبه له. في الوقت ده بنشوف المجرم اللي اكي بتدور عليه وهو مقيد كيرو. اكي بتوصل عندهم وقتها وبتقول له سيبه احسن لك، ولكن للاسف الوقت كان فات وبينجح انه يفصل الذراع الآلية من كيرو. بيشيلوه وبيرميه على اكي وبعدها بيكسر الذراع الآلية الخاصه بيه تماما. اكي بتنقض عليه ولكن في ثواني بيتفادى هجومها، بيرمي مكعب على كيرو وبينجح انه يلتحم معاه وبتطلع ذراع آلية من النوع الدودي هي كمان. بس الغريب انها بتسيطر عليه وبتحركه وبتخليه يهاجم اكي. الواد شكله بيتغير تماما وعينه بتطق شرير وشكله مش ناوي على خير يا صديقي، ولكن ده بيفكر اكي بنفس اللي حصل مع الواد الضخم قبل كده لما فقد طاقته ورجعت تتشحن التاني. المجرم بيهرب من مكان واكي بتنشغل في قتالها مع كيرو. هيكارو بيوصل للمكان بعد ما جاله اتصال من اكي وبيشوف كيرو مرمي على الارض. اعضاء المنظمه بيجوا هم كمان وبيقولوا احنا لازم نصطحبوا الارمز بسرعه. بالفعل بيروح على هناك والجاز بيشكر هيكارو لانه رجعه تاني المنظمه في الوقت المناسب، وهيكارو بيساله طب بالنسبه للدراع الآلية بتاعته مفيش امل انها تشتغل من جديد؟ فبيقول له الاذرع الآلية دي مخلوقات زينا بالظبط بتموت وتعيش. بيتكلم فيستو بيقول له احنا جينا للكوكب ده علشان ننقذ صحابنا اللي فقدوا قوتهم ونرجع نعمر الوطن بتاعنا من جديد. الجاز بيكمل وبيقول له عشان كده هم بيدوروا على اورديلا وده بيكون والد كل الاذرع الآلية. ولما وصلوا للارض لقوه فعلا، بس لما جم يصحوه حصل انفجار كبير وخرج اورديلا عن السيطره وقتها، وعشان ألما يسيطر عليه استنفذ كل قوته وفقد وعيه من وقتها لحد ما انت صحيته يا هيكارو. وذكريات ألما المفقوده هي الطريقه الوحيده لختم اورديلا. من الاخر كده سواء اللي كانوا عايزين يفعلوا قوه اورديلا او اللي عاوزين يختموه هما الاتنين محتاجين ألما لانه بيمثل اهميه كبيره بالنسبه لهم.
في نفس الوقت ده اكي كانت بتقابل العالم كوين، بتسأله لو كان في اي اخبار عن المجرم صاحب الذراع الدودي. بيقول لها انا بحثت في الموضوع ده وعرفت ان هجمات المجرم انتشرت بشكل كبير جدا في الفترة الاخيرة. ساعتها اكي بتتضايق وبتشده من هدومه. انت ليه ما قلتليش الكلام ده قبل كده؟ بيقول لها انا ما عرفتش الكلام ده لما اخترقت قاعدة بيانات ارمز، انا كنت عايز اساعدك في النهاية. وقت ما هما كانوا بيتكلموا بتظهر انذارات على الكمبيوتر بتحدد موقع المجرم ده. اكي اول لما بتعرف بتنطلق جري على هناك. اول لما بتوصل بتقول له هو انت بقى اللي قتلت ابويا وامي واختي، انت موتك على ايدي النهارده، وبتنطلق ناحيته علشان تهاجمه. بس يا صديقي بتحصل حاجه مفاجاه ما كانش حد فينا متوقعها. مستخدم الذراع الدودي اللي مدوخها وراه كل ده طلع اختها فوبوكي. اول لما اكي بتشوف وشها بتتسمر مكانها مذهوله وبتقول لها طب ازاي؟ انا كنت فاكره انك مت من 8 سنين مع امنا وابونا. ساعتها اكي يا صديقي بتعمل فلاش باك ل8 سنين في اخر مره شافت فيها اختها. كانوا في المعمل بيلعبوا مع بعض وكل واحده فيهم كان معاها ذراع آلية خاصه بيها وهم سينس وديكس. وقتها امهم جيت ندهت على فوبوكي علشان تعمل تحليل معين. اكي كانت عاوزه تروح معاها بس ما قدرتش لانها كانت مصابه في رجلها، ودي بقى كانت اخر مره اتقابلوا فيها. بعدها حصل حريق كبير جدا في المعمل ومن يومها ما شافتش اي حد فيهم مره تانية. نرجع بقى للحاضر من جديد وطبعا اكي واقفه مصدومه. معقوله انت لسه عايشه؟ الاتنين بيترموا في حضن بعض وبيعيطوا. في الوقت ده بتظهر الذراع الآلية الخاصه بفوبوكي واللي بتكون من النوع الدودي. اكي بتبص لها بغضب وبتقول لها اكيد انت السبب في كل اللي حصل. وساعتها بتنقض عليها الاذرع الآلية بتاعت اكي وبتثبتها في الجدار. بتحس انه هيحصل دوشه والناس هتتلم فبتاخدها وبتطلع من المكان. اكي بتقول لها انت قتلت عيلتي مش كده؟ فبترد الذراع الآلية بتقول لها انت فاهمه كل حاجه غلط، مش هتقدري تضحكي عليا، السنس كان هناك وقال لك كل حاجه، قال لي انك هجمت على عيلتي واختي، قول لي بقى اللي كنت بتخططي له وليه بتهجمي على مستخدمين الاذرع الآلية. ساعتها فوبوكي بتبكي وبتقول لها دي مش غلطه ارملس، انا السبب، انا اللي سبتهم يموتوا. ارملس بتبدا تحكي اللي حصل وبتقول لها دي مش غلطه فوبوكي، ده كان مجرد حادث. لما كنا في المعمل كانوا بيجربوا يضخموا الايربرتريوم باستخدام عدد من الاذرع الآلية، بس فجاه حصل حادثه ما كانش حد يتوقعها. الايربرتريوم الناتج من فوبوكي بسبب ظروف غامضه خرج عن السيطره. حاولت ارتبط بفوبوكي علشان اوقف اللي بيحصل بس ده زاد الامر سوء. فوبوكي بدات تصرخ وفي اللحظه دي بدا الايربرتريوم يزيد وفقدت السيطره على نفسها بالكامل. ارملس اول لما بتخلص كلامها اكي بتنقض عليها بتقول لها هو انت فاكره اني ساذجه كده علشان اصدقك؟ فوبوكي بتقرب منها وبتقول لها ارمس ما عملتش كده، هي كانت بتحاول تنقذني مش اكتر. وبعدها بلحظات فوبوكي بتفقد وعيها. ارملس بتتكلم وبتقول لها ان حاله فوبوكي دي ما فيش حد يقدر يعالجها، لا اطباء ولا حتى ارمز. الحاله دي بتحصل لها من بعد وقوع الحادثه. جسم فوبوكي بقى عاجز انه ينتج الايربرتيوم الخاص بيه وعشان كده للاسف فوبوكي مش هتقدر تعيش كتير. سينسي بيسالها طب ما فيش اي طريقه ننقذها؟ فبتقول له ما فيش غير طريقه واحده بس. بينتقل بينا المشهد بعد كده لتاني يوم وعلى عكس المتوقع اكي مش بتدخل لهيكارو من الشباك زي كل مره. بترن الجرس بتاع البيت بس بيبان عليها انها زعلانه جامد وعلى عكس طبيعتها. بيروحوا للمدرسه وبيقابلوا ميرو اللي اول لما بتشوفهم بتقول لهم احنا عندنا اختبار قريب فايه رايكم نتجمع ونذاكر كلنا في بيت هيكارو. على جيد جامي لاول ما ميرو بتقترح عليه الفكره بيوافق على طول لانه عايز يستغل الفرصه دي يعرف معلومات عن هيكارو وعن ألما. اما هيكارو فبيرفض الفكره لانه عارف ان الموضوع مش هيصفي على المذاكره وهيبقى ليه ابعاد تانية. ميرو بتقرب من اكي وبتقول لها ايه رايك تيجي معانا انت كمان؟ اكي مش بتكون مركزه معاهم اصلا وبتقول لهم انا اسفه مش فاضيه وبتسيبهم وتمشي. هيكارو بيفهم ان في حاجه غلط فبيروح وراها بيسالها مالك في ايه، بس للاسف اكي بتسيبه ساعتها وبتمشي من غير ما تقول اي حاجه. بترجع عند اختها اللي حالتها كانت بتسوء اكتر واكتر واملس بتقول لها انا عندي القدره ان امتص الايربرتيوم من مستخدمين الاذرع الآلية، وده اللي كنت بعمله كل الفتره اللي فاتت علشان اغذي اختك بالايربرتيوم لحد دلوقتي، بس المرض بيتطور بسرعه وانا مش قادره اجاريه ومفيش غير حل واحد بس وهي حياه هيكارو، فهل انت جاهزه للي انت هتعمليه؟ في نفس الوقت ده كان في مرض بينتشر ما بين الناس في المدينه وبيخليهم يفقدوا السيطره على نفسهم، وده كان تاثير لسلاح دودي بيحاول الناس لوحوش زومبي، وده خلى المدينه في حاله فوضى يا صديقي. الاخبار بتوصل للجاس اللي بيدي امر لكل مستخدمين الاذرع الآلية ان هم يقبضوا على كل الزومبي دول. على الجانب الثاني بيكون هيكارو ماشي مع اصحابه رايحين للبيت بتاعه علشان يذاكروا بس بيجي له استدعاء من الجاس فبيسيبهم وبيمشي على طول. اول لما بيوصل الجاس بيقول لهم انا محتاج مساعدتكم، بيحكي لهم عن مستخدمين الاذرع الآلية اللي فقدوا السيطره على نفسهم وتسببوا في الفوضى في كل انحاء المدينه. هيكارو اول لما بيلمح ذراع آلية من النوع الدودي على الشاشه بيقول لهم انا حاسس ان الذراع دي لها علاقه باكي، وساعتها الجاس بيوري له فيديو بيقول ان المسؤول عن الحادثه دي اتقابل مع اكي قبل كده، فواضح ان اكي متورطه في الموضوع ده وتعتبر خاينه لينا احنا البشر والاذرع الآلية، لازم نقبض عليها ونستجوبها، وبما انها معاها ذراع آلية فخلي بالك انها ممكن تستخدم قوتها ضدنا. ساعتها هيكارو بيطلع يجري من المكان وكان كل هدفه دلوقتي انه يلاقي اكي قبل ارمز علشان يكشف اللغز ده. في طريقه بيقابل العالم كوين بيقول له بما انك رايح تدور على اكي فانا هساعدك، وساعتها بيظهر اونر بيروح لهيكارو
بيعتذر له على اللي حصل منه قبل كده وبيقول له انه ممكن يعمل اي حاجه في سبيل انه يكفر عن خطيئته. جامي بيظهر من العدم وبيكون عايز يقتل هيكارو وبيقول له هو انت بتراقبني يا ابني؟ الما بيقرب من جامي وبيقول له سيبك من الكلام الفاضي ده وتعالى ندور على اكي وننقذها وفي المقابل انت هتاخد المعلومات اللي انت عايزها مني. بيوافق وبيروحوا يدوروا عليها ولكن هي بتجيلهم بنفسها. بتفضل تفكر في كلام ارمس ليها لما قالت لها ان مفيش حد هيقدر ينقذ فوبوكي من الموت غير حياه هيكارو، وده لان الايربتريوم اللي عند هيكارو قوي جدا وده ظهر لما انقذ الما قبل كده. هيكارو لما بيشوفها بيسالها كنت فين؟ الما بيقول لها انا سمعت انك كنت مع المجرم صاحب الذراع الدودي. هيكارو بيكمل وبيقول انا ما اعرفش ليه الحق في السؤال ده ولا لا، بس هل الموضوع ده متعلق بانتقامك لعيلتك؟ وساعتها اكي مش بتنطق غير كلمتين اتنين، هيكارو انت هتيجي معايا، وبتنطلق جري عليه وعايزه تهاجمه. في اللحظه دي جامي بيفعل قوه الذراع الاليه بتاعته وبيصد هجوم اكي اللي بتفضل تهاجمه بكل قوتها. في النهايه جامي بيكتفها بالسلاسل بتاعته ما كانتش قادره تتحرك، بس هيكارو بيمسك جامي بيقول له سيبها خلاص. بعدها هيكارو بيقول لها انا هساعدك بس انت عايز تاخديني معاكي فين؟ سينسي بيرد عليه وبيقول ان فوبوكي اخت اكي لسه عايشه، وارمس الذراع اللي فوبوكي اخت اكي متصله معاها بتقول ان هي محتاجه كميه كبيره من الايربتريوم علشان تقدر تنقذها، وانت يا هيكارو اللي هتقدر تساعدني بما انك ايقظت الما قبل كده فانت بتملك كميه هائله من الطاقه. في اللحظه دي هيكارو بيسكت شويه وبعد تفكير عميق بيقول لاكي انا عايز اساعدك وعشان كده هاجي معاكي. طبعا جيمي بيتضايق وبيقول له هو احنا هنهرج؟ انا عارف ارملس دي كويس جدا وعارف هي عملت ايه قبل كده، بس هيكارو صديقي بيفضل مصمم على رايه. وعلى عكس المتوقع اكي بتقول له خلاص انا مش عاوزه منك حاجه وهشوف طريقه تانية ودي مشكلتي انا واختي هحلها بنفسي، وبتسيبه وبتمشي. وده لانها حست ان هيكارو بيتفضل عليها فهي مش عاوزه تحس بالشفقه من حد. بنروح بقى للعالم كوين اللي بيعمل ابحاث علشان يجمع معلومات عن ارملس دراع الدود الخاصه بفوبوكي، ووصل ان الدراع دي خرجت عن السيطره في تجربه حصلت قبل كده وتسببت في موت 4 اشخاص من ضمنهم فوبوكي اخت اكي. الغريب ان الذراع دي بقى لها فتره كبيره مختفيه، فيا ترى ايه السبب اللي خلاها تظهر من تاني في الوقت ده؟ كوين بيبص البنت اللي معاه بيقول لها احنا لازم نكتشف اللغز. بيعرض لها الفيديو اللي كانت اكي واقفه فيه مع المجرم وبيقول لها تعالي نحلله كويس. بنروح لاكي في الوقت ده واللي بترجع لاختها من جديد. ارملس بتسالها امال هيكارو فين، فبتقول لها ما جبتوش. هو انت مش شايفه جسم اختك عامله ازاي؟ الخطر عمال يزيد وانا مش عارفه الحقها. فبترد اكي بتقول لها دي مشكلتي انا واختي ولازم نحلها. فوبوكي بتزعل وبتقول لها يعني حياه هيكارو بالنسبه لك اهم من حياتي. بتترمي في حضنها وهي خايفه وبتقول لها انا جسمي بيتألم، معقول هتسيبيني اموت؟ اكي بتقول لها لا طبعا ما اقدرش، وبتبص لارملس وبتقول لها ارجوك استخدمي الاربتيوم الخاص بي انا. بنرجع لهيكارو في الوقت ده واللي بيكون واقف مصدوم من كلمات اكي الاخيره بانها مش عاوزه منه حاجه ومش عايزه مساعدته اصلا. الما بيقول له انت لازم تروح تساعدها، فهيكارو بيقول له هي مش عايزه. جامي اللي كان معترض على مساعدته لها في الاول بيقول له انت مستني ايه لما تموت؟ انت لازم تروح تنقذها بما انها صاحبتك وتهمك. بنرجع في الوقت ده لكوين من جديد واللي قدر يوصل لمعلومه جديده وهي ان الشخص اللي ارملس بتتحكم فيه هي اخت اكي الصغيره، وطبعا مستغرب ازاي ده حصل لان فوبوكي ماتت في حريق المعمل من اكتر من 8 سنين. في اللحظه دي الجاز بيدخل عليه وبيقول له لان ارملس بكل بساطه عايزه الاربريتيوم الخاص بهيكارو، وعشان كده خرجت من مخبأها لما عرفت ان في شخص ايقظ قوه الما، ومن الواضح ان ارملس بتستخدم فوبوكي كدميه مش اكتر. تعالوا بقى نرجع لاكي وانا عارف ان الادرينالين بتاعكم وصل للسما. ارملس بتقول لاكي زي ما قلت لك قبل كده احنا محتاجين الاربريتيوم الخاص بهيكارو، انما انت مش هينفع لان طاقتك غير كافيه. اظن كده صديقي اللعبه وضحت يا اما هيكارو يا اما بلاش. وساعتها بتتضح كل حاجه على حقيقتها. فوبوكي بتقول لها انت شكلك هتتعبيني معاكي وما هتعمليش اللي اتطلب منك ابدا، وعشان كده انت لازم تتعاقبي يا اكي. بيبدا الزومبي يتلموا حواليها من كل مكان وبدات عين فوبوكي تتغير وبدات ارملس تظهر على طبيعتها وجسمها الحقيقي. اما اكي فكانت واقفه مصدومه من كل اللي بيحصل حواليها. ارملس بتقول انا ما كنتش مفكراكي بالغباء ده وبتبدا في الهجوم على اكي، وساعتها كان لازم تتحرك وتدافع عن نفسها وبيبداوا هما الاثنين في تبادل الضربات. وكل ما اكي بتحاول تهجم على ارملس بتستغل نقطه ضعفها وتقلد صوت اختها، فبتكون النتيجه ان اكي بتهدى وما بترضاش تهاجم، وعشان كده ارملس بتستغل الفرصه وبتثبت الاذرع الاليه بتاعتها وبتقعد تدافع فيها بكلامها لحد ما اكي بتبدا تبكي. وفي اللحظه دي هيكارو بيوصل للمكان، بينقض على ارملس وبيوجه لها ضربه بتطيرها لبعيد. اكي بتقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ ارملس عايزه تقتلك، فبيكون رد هيكارو كل ده ما يهمنيش، المهم ان انا هنا وهساعدك. اما جامي فبيبدا يستخدم قوته وبيثبتها، بس واضح كده ان قوته ما كانتش كافيه لان ارملس بتستخدم مجساتها وبتكتفه. بتلف الهيكارو على طول بتديله لكمه في وشه. الما بيبدا يحس بشعور غريب وزي ما تقول كده كل ضربه بتوجهها له كانت ارملس بتمتص الطاقه منه. اكي بتقف قدامه وكانت لسه عايزه تتكلم معاه، ارملس مش بتديها فرصه وبتكتفها وبتعلقها هي كمان جنب جامي. بتبدا في الهجوم على هيكارو مش كده وبس، لا بتبدا في امتصاص طاقه الاربتريوم بتاعته لدرجه انه بيحصل انفجار ضوئي كبير بسبب الطاقه
الطاقة الهائلة وبيقع الكل على الأرض. جامي وقتها بيفعل قدرته بكل قوة بهجوم مباشر على أرمس، وبعد ضغط عنيف ومستمر بينجح أخيرا إنه يفصلها عن جسم فوبوكي، وبكده بتنتهي سيطرتها عليها تماما. في اللحظة دي بيجن جنون أرمليس، بس على مين؟ هيكارو بيفعل أقصى قوته وبيفضل يتفادى في ضرباتها، وفي النهاية بينقض عليها بكل قوته بيفرتكها في لمح البصر. بيزول تأثير أرمليس على الناس اللي كانت بتتحكم فيهم، وبكده بترجع كل حاجة لطبيعتها من جديد وكأن شيئا لم يكن. وتاني يوم بيصحى هيكارو على المنبه بتاعه، وصاحبنا أول لما بيفتح عينه على طول بيبص على الشباك وبيقول الحمد لله الشباك مش هيتكسر تاني. ملحقش يلف وشه الناحية التانية بيلاقي الإزاز نزل على الأرض حتت. يا صديقي اكي وصلت وبتقول له يلا يا معلم علشان نروح المدرسة. على الجانب التاني في شركة كاجامي بنشوف الراجل ده هو بيتكلم مع تودو وبيقول له انه خلاص قرب يفعلوا البوابة الزمنية اللي هتربط ما بين عالم البشر وعالم الأزرع الآلية، بس علشان يحققوا ده فهم محتاجين الطاقة اللي موجودة عند ألما. صديقي نرجع بقى لاكي وهيكارو من جديد وهم في المدرسة. هناك بيقابلوا 2 من صحابهم تابعين لمنظمة ارمز. بيقولوا لاكي ان من هنا ورايح هيكونوا مسؤولين عن حماية ألما وهيكارو، وده لانها بقت بتتصرف من دماغها، وده طبعا تنفيذ لأوامر المنظمة. اما اصحاب هيكارو لما بيشوفوهم واقفين مع 2 غراب مش من المدرسة بيفتكروا ان هم بيضايقوه، وعشان كده بيروحوا يطلبوا لهم الامن. بس المفاجأة صديقي ان فرد الامن طلع الواد اللي اكي ملطشه له على وشه قبل كده. اكي اول لما بتشوفه بتشد هيكارو بتنط فوق شاحنة كبيرة معدية وبتسيب صحابها يتعاملوا مع فرد الامن اللعين ده. هيكارو كان فاكر ان هم كده هربوا خلاص، بس المفاجأة الاكبر ان طلع واحدة على سواق الشاحنة وبيتم تخديره. فريق من مجموعة كاجامي وصل للمكان وبدأ في الهجوم عليهم. ساعتها اكي بتقول لهيكارو اهرب انت من هنا وانا هتعامل معاهم. بالفعل هيكارو بيكون عايز يهرب بس بيتفاجئ براجل الامن التابع لعصابة كاجامي واقف قدامه. اما اكي فبتقعد تتبادل الضربات مع بنت من عصابة كاجامي وبتوقعها على الارض. نرجع بقى لهيكارو اللي بيفعل قوته وبيواجه ضربة قوية جدا لراجل الامن ده بيرميه فوق الشاحنة. ساعتها اكي بتقول لهيكارو حلو قوي انت عملت اللي عليك، وبتنقض عليهم بضربة جامدة جدا بتفقدهم الوعي. اكي بعدها بتجيب حبل وعايزة تربط افراد العصابة، بس هي بتربطهم ربطت نفسها معاهم بالغلط، فبتطلب من هيكارو انه يساعدها. هو انت يا بنتي مش فالحة في حاجة خالص. وفي الوقت اللي هيكارو كان بيحاول يساعد اكي فيه بيجي راجل الامن من وراه بيديله على دماغه. هيكارو بيفقد الوعي وبعد شويه بيفوق بيلاقي قدامه اصحابه من منظمه ارمز والدنيا زي الفل. ساعتها ألما بيبص لهيكارو بيقول له سامحني يا صاحبي ان انا ما قدرتش احميك. هيكارو بيقول له دي مش غلطتك والمهم ان الكل تمام ومحدش اتاذى. فبيرد ألما بصراحه انا مش عايز اخسر حد عزيز عليا تاني لاني مش هسامح نفسي. هيكارو بيقول له حد تاني؟ هو انت ذاكرتك رجعت لك يا ألما؟ ساعتها ألما بيقول له ايوه دي حقيقه وده حصل في قتالنا الاخير ضد ارمليس. طب انت ليه ما قلتليش من ساعتها؟ فبيقول له ألما لان دي مش مشكلتك انت. بيمشي ألما من معاه والكل كان فاكر ان طاقته هيخلص اول لما هيبعد عن هيكارو، ولكن الغريب ان ده ما حصلش. هيكارو بيروح لإلجاسو وبيحكي له كل اللي حصل. بيرد إلجاسو بيقول له ان التطور اللي حصل لألما ده نتيجه ان ذاكرته رجعت له، وده حصل لما تواصل مع ارمليس. فلما ألما فقد ذاكرته ده اثر عليه واثر على قدراته. ألما في الاساس كان بيقدر يولد الإيربرتيوم لوحده وما كانش محتاج حد معاه، والقدره دي رجعت له مره تانية مع استعادته لذاكرته. إلجاس بيأمر كل افراد المنظمه يدوروا على ألما قبل ما يحصل اي حاجه، وهيكارو بيقول له طب انا هدور في كل الاماكن اللي اتوقع ان ألما يكون فيها. إلجاس ساعتها بيعتذر له وبيقول له انت مجرد مدني، وبيتاسف له ان هو ورطه معاه في كل ده، وبيقول له مفيش داعي انك تيجي المنظمه مره تانية. ساعتها بطلنا هيكارو بيتسمر مكانه من الصدمه وما كانش قادر يصدق. بطلنا مش بيستسلم وبينطلق جري ورا إلجاس وبيقول له ما ينفعش تقول لي دلوقتي ان مجرد مدني عادي وعايز نتقبل الموضوع ده. وهنا فيست الزراعه الآلية الخاصه بإلجاس بتقول له تعالى وانا هوضح لك كل حاجه. من زمن بعيد لما كنا في وطننا الطاقه بتاعتنا جفت وكنا خلاص على وشك الانقراض، وساعتها طلبنا الخلاص والمساعده من اورديلا الاسطوري. رحت انا وألما ومجموعه تانية من صحابنا رحله، والرحله دي كان عندنا امل فيها ان احنا نلاقي حل للمشكله، وللاسف دخلنا في سبات عميق بسبب افتقارنا للطاقه. بس لحسن الحظ اننا وصلنا للعالم بتاعكوا ده، وهي شاء القدر ان يتم العثور علي انا وألما. ألما ارتبط بيوكامو، اما انا فارتبطت باخوه الكبير العالم بيتسوكي. بيتسوكي كان عنده مرض معين ومرضه ده كان مرتبط بالإيربريتيوم بشكل كبير، وعشان كده اقترح علينا انه هيساعدنا اننا نلاقي الاورديلا ونتقابل معاه مره تانية، وهو ساعتها يقدر يحلل طاقه الإيربريتيوم الخاصه بالاورديلا علشان يقدر يعالج المرض بتاعه. وبعد بحث طويل قدرنا نوصل لمكان الاورديلا فعلا، وهنا كان التحدي الحقيقي هو ازاي هنقدر نصحيه. المهم بيتسوكي جاب الاجهزه بتاعته وبدا في العمليه، وكانت النتيجه ان حصل انفجار ضوئي كبير في المكان ده، غير الضربات اللي اشبه بالبرق اللي بدات تضرب فيهم. لما اورديلا خرج عن السيطره يوكامو بيعجبه التحدي وبيفعل قوته وبينطلق جري ناحيته، بس الموضوع ما كانش بالسهوله دي لان اورديلا بيوجه له ضربه قويه جدا. بينجح انه يتفاداها وكان المفروض يتراجع في الوقت ده، ولكنه مش بيستسلم وبيهجم عليه مره تانية بكل قوته. بيوجه له ضربه اسطوريه كانت كفيله انها تعمل انفجار كبير جدا في المكان، وكانت النتيجه ان كل اللي موجودين بيفقدوا الوعي. اما ألما بعد ما استنفذ قوته في الهجوم وزاد عليه فقدانه صاحبه ياكامو دخل في سبات عميق من الصدمه. بنرجع للحاضر
الحاضر من جديد وبنشوف ألما لسه بيجري، بس في الوقت ده بيقابل جامي بيمسكه وبيقعد يلعب بيه شويه وبيقول له ارتبط بيا يا ألما، ولكن مفيش حاجه بتحصل وبيفشل في النهايه. هيكارو بيوصل له فيديو من اكي بيعرف من خلاله يحدد مكان ألما اللي موجود فيه، بيتبسط انه اخيرا هيقدر يلاقي صاحبه وبيطلع يجري على هناك، ولكن ساعتها بيجي له اتصال من جامي بيرد عليه هيكارو بيقول له سيبني دلوقتي، عايز ايه مني؟ انا مش فاضيلك. ولكن المفاجاه ان اللي بيكلمه هو ألما مش جامي. فاكر لما اتقابلنا اول مره يا هيكارو انت ايقظتني على الرغم انك ما كنتش تعرف لي، واثبتت لي قد ايه انت ولد طيب، وانا مش هقدر استغل طيبتك دي يا صاحبي. انا بقيت اقدر اتحرك لوحدي ومش عايز اورطك تاني في اي حاجه، وجه الوقت اللي كل واحد فينا يمشي في طريق مختلف. شكرا لك يا صاحبي على كل حاجه قدمتها لي. وبينهي المكالمه على كده. هيكارو كان مذهول وبيفضل يفكر هل علاقتهم انتهت بالشكل ده فعلا. وفي الوقت اللي كان جامي ماشي فيه هو وألما بيقابلوا المحقق تودو وبيقول له وقت اللعب خلص خلاص يا صاحبي. بنرجع لهيكارو اللي بيكون واقف على الجسر ومشاعر الحزن والالم باين عليه. في الوقت ده اكي بتروح له بتقول له لقيت ألما ولا لسه؟ بيقول لها خلاص يا اكي الموضوع انتهى، انا كنت مفكر ان ألما محتاجني ولكن الحقيقه كانت العكس، انا اللي كنت محتاجه. هو خلاص دلوقتي مش محتاجني في اي حاجه، ده غير ان انا عمري ما هحل محل صاحبه القديم يوكومو. اكي مش بتكتفي بالكلام وبتديله بنيه بترزعه في الارض، بتقول له استرجل يالا، انا مهمتي حمايتك انت وألما ولازم تفضلوا مع بعض. المشكله اللي عند ألما دلوقتي انه لسه متحاصر في ماضيه لدرجه انه تخلى عن الحاضر اللي هو موجود فيه حاليا، وعشان كده لازم ندور على ألما ونساعده. بالفعل هيكارو بيقتنع وبيقول لها انا خلاص خدت قراري، انا لازم اروح لألما دلوقتي لانه فعلا محتاجني. وفي الوقت ده بيجي اتصال لاكي في معلومات خطيره عن ألما. في الوقت ده بنشوف المدير واقف قدام اورديلا وبيطلب منه يفتح له بوابه العالم الاليين. هل ده معناه خلاص ان هم قدروا يوصلوا لألما؟ ساعتها بنعرف اللي حصل مع جامي. تودو بيقول له وقت اللعب انتهى يا صاحبي. جامي بيرد عليه بيقول له انا قلت لك ان انا مش راجع تاني للمنظمه. بيهجم على تودو باستخدام ألما بس الدراع الآلية بتاعت تودو بتثبته. ساعتها تودو بيطلع حلقات دائريه من معاه وبيرميها على ألما وبيكتفه وبيوقعها على الارض. تودو بيقول له مش عاوزك تزعل مني بس دي اوامر اخوك وانا لازم انفذها. بياخد جامي وألما وبعد كده بيكتفهم وبيحبسهم في اوضه ضلمه. في اللحظه دي جامي بيفتكر كلام اخوه لما كان لسه صغير لما قال له ان عشيرتنا مش محتاجه فاشلين زيك. في الوقت ده اكي كانت شايله هيكارو على كتفها وبتجري بيه علشان توصل لمكان ألما. كوين بيتصل باكي وبيقول لها انه بعت اشخاص يساعدوهم في دخول المنظمه، واللي بيتكلم عليهم دول هو اونر والذراع الآلية بتاعته. مش بيلحقوا يكملوا كلام مع بعض علشان بيحصل تشويش والاتصال بيتقطع ما بينهم وما بين العالم كوين. كيانو بتقول لكوين احنا لازم نروح المكان ده بنفسنا لان الاتصالات اتقطعت، اسبقني وانا هجيب معايا حد وجايه. في الوقت ده بنروح لتودو اللي بياخد ألما وبيسلمه رئيس المنظمه، ورئيس المنظمه بيحييه على مجهوده، ولما بيشوف جامي معاه بيقول له ايه اللي عمل فيك كده؟ فبيقول له تودو انا كنت بعلمه يسمع الكلام مش اكتر. الرئيس بيقول له خلينا في المهم دلوقتي، احنا هنشهد اعظم لحظه في التاريخ، احنا هنستخدم قوه ألما في انقاذ اورديلا وده هيساعدنا نفتح بوابه ونقدر نوصل لعالم الازرع الآلية ونتحكم فيهم، وساعتها شركتنا هتمتلك قوه لا تقهر. بيوصل اخو جامي في الوقت ده واللي بيبدا في تجهيز انقاذ اورديلا باستخدام التسلسل النهائي. ألما بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ اوعوا توقظوا اورديلا لانه خطير جدا ومش هتقدروا تسيطروا عليه. ولكن اخو كاجامي بيتجاهل كلامه وبيبدا يوقظه بالفعل. ألما بيتعرض لصاعقه كهربائيه قويه جدا، وكانت النتيجه ان اورديلا بيبدا في نشر موجات ضوئيه عشوائيه في كل مكان، وده طبعا بسبب القوه الجباره اللي سحبها من ألما. بيبدا اورديلا في الاستيقاظ وبيظهر على حقيقته واللي بتكون اشبه بذراع آلية ضخمه، واول حاجه بيعملها هي تدمير البوابه الزمنيه. وفي اللحظه دي بس الكل بدا يشعر بالخطوره اللي ألما حذرهم منها. جامي بيبص لاخوه بيقول له احنا لازم نوقف البتاع ده قبل ما نموت كلنا، ولكن اخوه الغبي بيقول له وقف ايه بس؟ كل ده اصلا كان جزء من خطتي. اما طاقه اورديلا فبتستمر في التزايد وبتبدا تدمر في المبنى وبيهرب الكل من المكان باستثناء اخو جامي. في نفس الوقت ده هيكارو اللي معاه بيشوف اللي بيحصل قصادهم في المبنى وبيفهموا ان سبب كل ده هي قوه اورديلا. علشان كده هيكارو بيقرر يتصرف وبيسيبه ويطلع يجري من غير ما ينطق ولا كلمه ولا يقول حتى هو رايح فين. بالفعل يا صديقي بيوصل هيكارو رئيس منظمه كاجامي واللي بيكون شايل ألما في ايده. هيكارو بينادي على الرئيس بقى على صوته بيحاول يمنعه من الهروب. في اللحظه دي بيوصل العالم كوين للمكان. هيكارو بيقول له وقف الرئيس بسرعه قبل ما يهرب. بينطلق جري ناحيه دراع آلية كانت في المكان وبيرمي على الشفره بتاعته وبيكتمل الارتباط ما بينهم ويبدا الهجوم عليهم، ولكن سرعان ما طاقه كوين بتخلص. لحسن الحظ في الوقت ده اكي وباقي الشله بيوصلوا للمكان، ولما بتيجي اكي تهجم عليهم بتتفاجئ برجال الامن اللي اسمه كازو. الواد ده بيطلع يرخم عليهم في كل وقت مهم يا صديقي. المهم صاحبنا بيفعل الزراعه الآلية بتاعته وبيهجم على اكي، وفي اللحظه دي اكي بترفض انها تفعل الزراعه الآلية بتاعتها، بتكتفي انها تصد الضربه بتاعته من غير اي مساعده علشان تثبت له قد ايه هو انسان ضعيف وكلامه على الفاضي. بعدها بتوجه له ضربه واحده بس كانت كافيه انها تنيمه على الارض. في الوقت ده بيظهر لها نابا رئيس القسم الثالث في منظمه كاجامي. اكي بتنقض عليه بسرعه بتوجه له مجموعه من الضربات، ولكن في كل مره كان هو اسرع منها وبيتحرك من مكانه. لما بتزهق منه بتقول له بطل الجبن اللي انت فيه ده وتعالى حاربني.
تحاربني. بيستفزها وبيقول لها انا ماليش مزاج لاني مش هحارب طفله زيك. ساعتها اكي بتتعصب وبتواجه ضربه في حته فاضيه علشان تعمله تمويه، وبسرعه البرق بتنقض عليه وبترزعه في الارض. بتهاجمه للمره الثانيه ولكن نبا المره دي بيصد الضربه. بيطلع سيفه بيقول لها احنا لعبنا كتير وكفايه كده. الكلمه دي خلت اكي تتجنن وبتقعد تهجم عليه بكل قوتها، وبيفضلوا يتبادلوا الضربات في قتال شرس جدا ما بينهم. نرجع بقى للرئيس اللي بياخد ألما وبيركب طيارته وعايز يهرب، ولكن سريج الضخم بيجي بسرعه وبيشد الطياره قبل ما تقلع. ودلوقتي جه وقت هيكارو بيتفق مع اونر ان هو هيشتت انتباه العجوز ده لحد ما اونر يهاجمه بالزراعه الآلية بتاعته من بعيد. وبالفعل ده اللي بيحصل يا صديقي. العجوز اول لما بيشوفه بيقول له ايه اللي جابك هنا، انت كنت المفروض تهرب. ولكن هيكارو بيقول له ألما شريكي انا مش هتخلى عنه مهما حصل. كان لسه هيهجم عليه بالزراعه الآلية اللي معاه، ولكن هيكارو بيدي الاشاره لاونر اللي بيهجم على العجوز من ظهره. وفي وسط ما العجوز متشتت وبيحاول يخلص من اونر، كان هيكارو خلاص وصل لألما وربطه على دراعه، وفي ثواني بيكون وجه لكمه للعجوز ده بيطيره من مكانه. بعد شويه ألما بيفوق، ولما بيشوف هيكارو بيقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ احنا علاقتنا انتهت خلاص وكفايه بقى، مش عايز اكون سبب في اذيه حد تاني. فبيرد عليه هيكارو بيقول له ألما بدل ما انت كل شويه تهرب من الالم والصعوبات، ليه ما فكرتش في يوم من الايام انك تواجهها؟ واكيد انت عشت ايام سعيده مع ياكامو، ليه ما بتفضلش تفكر في اللحظات دي؟ اوعى تفكر ان ماليش دعوه بالموضوع، قلديرا لو استيقظ هيدمر المدينه واللي فيها بيتي لو انت مش واخد بالك. هيكارو بيمد ايده لألما وبيقول له يلا بينا يا صاحبي. هيكارو وألما في الوقت ده بيفعلوا قوتهم، بيطيروا في اتجاه اورديلا اللي قوته زادت بشكل كبير، ده غير اللي حجمه بقى ضخم جدا وبدا يدمر في المدينه. اول لما اورديلا بيلمحهم بيطلق عليهم موجات اشبه بالليزر في كل مكان، ولكن هيكارو بيتفادى الموجات دي بكل صعوبه، ده غير الطاقه الاشعاعيه اللي بتتحول لجليد صعب جدا انه يتكسر. في الوقت ده عند العالم كوين كان راكب الطياره بتاعته بيحلل الماده الجليديه دي، وبيفهم ان هي بتكون عباره عن بلورات اربيتريوم عاليه الكثافه، لدرجه انه هيكون من الصعب على البشر وكمان الازرع الآلية ان هم يدمروها. هيكارو بيتواصل مع كيانو وبيقول لها ان الختم القديم خلاص على وشك انه ينكسر، ولكن اورديلا لسه عاجز انه يتحرك بالشكل الكلي. احنا لازم نستغل الفرصه دي ونختمه مره تانية باستخدام قوه ألما. كيانو بتقول له تمام، خصوصا ان البوابه دي تم انشائها باستخدام قوه ألما، فاعتقد ان فكره ختمه هتكون كويسه لو احنا شبعنا البوابه دي بالاربريتيوم الخاص بألما مره تانية. بيعد هيكارو بيحاول يتفادى الاشعه الجليديه علشان يقرب من البوابه، بس الموضوع بيكون صعب جدا. الهجمات اللي بتعرض لها من اورديلا كانت عنيفه جدا، وحتى لو فكر يهاجم من بعيد فاشعه الليزر هتصيبه برضه. على الجانب التاني بتوصل توسو بتعرض مساعدتها على اكي، واكي بتوافق فورا. توس بترفع سلاحها وبتوجه ضربه باتجاه اورديلا، بس هنا كانت الصدمه ان الضربه مش بتاثر فيها اساسا. اللي مش كويس بقى يا صديقي ان اورديلا بيلف ناحيتهم ويوجه لهم ضربه قويه جدا، بس بتنجح كانو بمساعده الذراع الآلية بتاعتها انها تصد الضربه دي. ودلوقتي جه دور هيكارو انه يستغل لحظه انشغال اورديلا مع توس واكي، وبالفعل يا صديقي هيكارو بينطلق باتجاه البوابه ويوجه ضربه مدويه، وبوم حجم اورديلا بيبدا يصغر. الكل بدا ينتابه الشعور بالانتصار، ولكن ما هي الا ثواني واورديلا بيرجع لمكان عليه مره تانية. الموضوع المره دي مختلف لان اورديلا استشاط من الغضب، بيطلق موجات ليزر مكثفه على هيكارو اللي بيحاول يهرب من غضبه بشتى الطرق. هنا كوين بيدي الاشاره لتوس انها تطلق الدفعه الثانيه، ولكن بدون اي جدوى كالمعتاد، وبرضه كيانو بتصد الضربات. اي نعم هو مفيش اي ضربه مؤثره واضحه، بس هم بيعتمدوا على المناورات والمناوشات المستمره لحد ما تيجي الضربه المناسبه في الوقت المناسب. في الوقت ده اورديلا بيوجه الليزر بتاعه باتجاه هيكارو وكان هيفرتكه، بس جامي بيوصل في الوقت المناسب وبيصد الضربه. جامي بيتجه ناحيه اورديلا وبيدمر كل الهجمات الجليديه اللي بتقابله، ولكن بيتعب في الاخر وبيرجع لهيكارو مره ثانيه. ساعتها هيكارو بيكون مستغرب ازاي جامي قادر يدمر البلورات الجليديه. بيرد على جامي ان دي قوه اسكولوبس الدراع الآلية اللي معاه واللي بتقدر تتحكم في اي نوع من الاربيتريوم. المشكله الاكبر دلوقتي هي اشعه الليزر لان دي مش هتخلينا نقرب منه ومش هنعرف نقضي عليه. وساعتها بيتفقوا على خطه جديده، هيحاولوا تثبيت اورديلا بمساعده الزراعه الآلية اللي بيملكها جامي. وفي الوقت ده هيجي دور هيكارو وألما لما يهجموا عليه علشان يختموه للابد. بينطلق جامي ناحيته، بالفعل بيعرف ان هو يكتف اورديلا اما هيكارو، فبيرمي قطعه جليديه باتجاه المركز وبيصيبه فعلا، ولكن اورديلا مش بيستسلم وبيقعد يطلق اشعه الليزر بتاعته. هنا بقى هيكارو بيفعل اقصى قوته حرفيا وبيواجه ضربه ساحقه باتجاه البوابه واورديلا وبيدشملهم اخيرا بعد صراع طويل ومعاناه كبيره. وبكده تكون مهمتهم في خدمه اورديلا نجحت يا صديقي. هيكارو بينادى على كيجامي وبيقول له يلا بينا انت رايح فين؟ فبيرد كيجامي عليه بيقول له مالكش دعوه انت، دي مشكله عائليه وانا لازم احلها. وساعتها بيسيبه وبيمشي لحد ما يوصل لاخوه. الغريب ان كيجامي بيبص له بيقول له هو انت فكرت نفسك هتتخلصي مني يا ارملس؟ وساعتها بينكشف المستور وبتطلع ارملس فعلا وبتقول له برافو بجد، اكتشفت الموضوع ده ازاي؟ بيقول لها تودو قال لي كل حاجه وجي الوقت اللي تموتي فيه. بيفعل قوته وبيهجم على ارملس، بس ارملس بتفاجئه بتقول انت نسيت قوتي ولا ايه؟ انت اللي جيت لي بنفسك وهمتصق كل الاربريتيوم الخاص بيك. فبيرد عليها جامي وبيقول لها حلو قوي، طب بصي بقى عاوزك تجربي ده. وعلى عكس المتوقع كاجامي هو اللي بيمتص قوتها والاربريتيوم بتاعها مش العكس، وبيثبتها على
على الجدار. ارميليس بتهدده وبتقول له زي ما انت شايف المختبر اتدمر خلاص، وبكده مجموعه كاجامي ما عادتش تملك اي حاجه علشان تعالج اخوك، ولو الدراع الآلية بتاعته تم اقتلاعها منه يعني اخوك هيموت بسببها كمجنون. جامي بيرد عليها بكل برود وبيقول لها انت ما تعرفيش انا هقتلعك من جذورك من غير ما اسبب اي ضرر لاخويا. وبالفعل يا صديقي كاجامي بينجح انه يتخلص من ارميليس وبيفصلها عن اخوه. بنرجع بقى لهيكارو في الوقت ده وبنشوف ألما بيشكره على مجهوده على الرغم من انه كان رافض مساعدته في البدايه. ألما بيطلب من هيكارو انه يستمر في مساعدته لحد ما يوصل للموطن الاصلي بتاعه، فبيكون رد هيكارو انه موافق وهيعمل اي حاجه في سبيل مساعدته. في الوقت ده بيوصل المحقق تودو عند اكي وبيقول لها الحقي هيكارو بسرعه لانه في خطر. بيبدا يحكي لها السر اللي ما كانش حد عارفه غيره، وهو ان ناهاتو خوجامي الرئيس التنفيذي لمجموعه كاجامي كان بيتم التحكم فيه من قبل ارمليس، وده من وقت ما بقى الرئيس التنفيذي للمجموعه. للاسف هي دي الحقيقه ومش بس الموضوع كان اكبر من كده بكتير. ارمليس كانت بتسيطر على كل رؤساء مجموعه كاجامي منذ اجيال، بس لحسن الحظ نهاتو كان حاطط خطه قبل ما ارمليس تسيطر عليه. كان عامل ابحاث كتيره وفهم طبيعه اللي ارمليس كانت بتعمله. هي كانت بتسحب الطاقه من اجيال رؤساء العيله، وده اللي خلاهم كلهم يموتوا في سن مبكر. المفاجاه انه لقى نفسه هو اللي عليه الدور بعد اللي حصل لابوه وهو رئيس العيله اللي قبله، وعشان يقدر يواجه ارمليس واورديلا فهو كان لازم يصنع زراعه آلية تقدر تضاهي قوتهم العجيبه دي. والزراعه دي بالمناسبه اللي جامي بيملكها دلوقتي. كل ده كان وصيه نهاتو ليا ان استمر في تنفيذ الخطه حتى لو حصل له اي حاجه، لان لو حصل ليه حاجه اخوك جامي هو اللي هيكون عليه الدور. نرجع بقى لاخو جامي اللي بدا يستعيد وعيه من جديد، ولما جامي بيشوفه بيقول له انت ليه بتعمل معايا كده؟ نهاتو بيقول له انا اسف ان حياتك اتعرضت للخطر بسببي. جامي بيقول له خطر ايه وحياه ايه؟ بس مش كل ده اللي يهمني، اللي انا اقصده انت ليه مصر تعاملني على اني طفل؟ خليك عارف كويس ان الطفل اللي قدامك ده هو اللي دمر ارمليس واللي كانت السبب في كل المشاكل. ساعتها نهاتو بيقول له سامحني يا اخويا، كان لازم اعاملك كراجل لانك بالفعل اثبتت لي انك راجل يعتمد عليه، بس الاهم اننا ننهي كل اللي حصل ده الاول لاننا هنبدا دلوقتي في المهم. انا متاكد ان تودو ما قالكش على الحاجه المهمه، العدو الحقيقي مش ارمليس، لا العدو الحقيقي هو الجاس، والمفروض انه العقل المدبر ورا كل اللي بيحصل ده. على الجانب الثاني هيكارو بيتفاجئ لما بيلاقي الجاس بيرمي حلقه دائريه على ألما وبيشد منه وبيكتفه. هيكارو واقف مصدوم، هو انت بتعمل ايه يا عم انت؟ المفاجآت مش بتقف لحد هنا لان الجاس بيقلع الماسك بتاعه والحقيقه انه بيطلع ياكامو وصديق ألما القديم. هيكارو وألما بيكونوا مذهولين لانه طبعا متاكدين ان ياكامو مات من زمن بعيد، فبيرد على فيستو بيقول له بالظبط كده صاحبك مات من زمن بعيد قوي وجسمه ده ما هو الا دميه انا بتحكم فيها من وقت موته، ده غير اني بقيت املك قوه اولديرا زيك بالظبط بعد الانفجار العظيم. ساعتها بيبص لألما بيقول له ما تنساش يا اخويا ان احنا جينا هنا علشان ننقذ صحابنا الآليين وكان لازم نلاقي اورديلا علشان نحقق ده، ودلوقتي جت اللحظه اللي هنكسر فيها ختم اورديلا علشان نحصل على قوته الجباره. ألما بيقول له معقول انت عايز تمتص كل قوه اورديلا؟ فيستو بيرد بيقول له بالظبط انا اصلا بعمل ابحاث من اكتر من 100 سنه بخصوص الموضوع ده لاني ملكت القوه دي قبل كده، ونتيجه للقوه دي صحابنا الآليين هيتطوروا ويقدروا يصنعوا الايربرتروم الخاص بيهم زي انا وانت كده. ألما ساعتها بيقول له انت مجنون، عمرك ما هتقدر تتحكم في قوه اورديلا مهما عملت، وانت بالشكل ده هتكرر نفس المأساة اللي حصلت لياكامو واخوه، وانت بكده هتأذي البشر بافكارك دي. فيستو بيرد عليه بيقول له بشر ايه يا ابو بشر؟ دول شويه مخلوقات ضعيفه بتتحكم فينا، وبمجرد ما احنا ننتج الايربرتروم بتاعنا مش هنحتاج ليهم تاني، بالعكس احنا اللي هنسيطر عليهم. بعدها فيستو بيمد ايده لألما وبيقول له ساعدنا نحقق حلمنا ونبني عالم لينا ووطن جديد، لكن ألما بيفاجئه بيقول له ما اقدرش اضحي بالبشر، ما اقدرش اضحي بالبشر حتى لو ده كان على حساب صحابنا. ساعتها فيستو بيضطر يستخدم قوته بيشد ألما بالعافيه من هيكارو اللي بيتخبط في الجليد وبيقع على الارض. بعدها فيستو بياخد ألما وبيمشوا من المكان. في اللحظه دي بتوصل اكي والمجموعه اللي معاها عند هيكارو وبيحكي لهم على كل اللي حصل، ومن غير تضييع وقت بيروح الفيستو قبل ما يعمل اي حاجه في اورديلا. بالفعل يا صديقي اول لما بيوصلوا اكي بتقول معقول كنت بتخدعنا وبتكذب علينا طول الفتره اللي فاتت دي؟ فبيقول لها انا هدفي كان واضح من البدايه هو انقاذ الاذرع الآلية مش اكتر. كيجامي بيقول له محدش معترف بهدفك، اللي يهمني دلوقتي انك ترجع ألما، وبينطلق جري ناحيته بيوقعها على الارض وبينجح انه ياخد ألما منه، ولكن اكي لما بتهجم عليه فيستو بيستخدم مجساته بيكتفها وبيخنقها من رقبتها. الغريب بقى ان في اللحظه دي فيستو بينادي فيها على ارمليس بتخرج من جسم كيجامي وبتروح له بتقول له امنحني القوه مجددا يا فيست. بالفعل فيستو بيغذاها بالطاقه، وكانت النتيجه ان ارمليس بتزيد قوتها اكتر واكتر، ده غير حجمها اللي بقى ضخم جدا بطريقه جنونيه. ساعتها جيمي بيدي ألما لهيكارو بيقول له انت كده دورك انتهى، خد ألما وامشي من هنا، سيبها لي لان بينا حساب قديم ولازم اخلصه. بينطلق باتجاه ارمليس وبيهجم عليها، بعدها بيتجه لفيست اللي بيضعف الضربه بتاعته وبيقول له انا عارف كل حاجه تخص مجموعه كاجامي ومش هتعرف تفاجئني. في اللحظه دي بتيجي ارمليس من وراه بتكتفه. هيكارو بيفعل قوته بس قبل ما يفكر يعمل حاجه كان فيست موجه له الصاعقه الكهربائيه. المصيبه انه كان عايز يقطع دراع هيكارو بالكامل علشان ياخد ألما اللي ملتصق بيه بكل قوه، بس لحسن الحظ بيبدا يحصل خلل في جسم فيست لانه بدا يفقد جزء كبير من طاقه الايربتريوم بتاعته. فيست لما بيلاقي الوضع هيتقلب عليه بيضطر
بيضطر يخطف هيكارو ويطير من المكان. بعدها بيوصل لمكعب الطاقه الخاص باورديلا وبيحاول يمتص الطاقه منه بمساعده ألما، وبدات الاشعه فعلا تخرج من المكعب. وساعتها فيست بيقول للارملس احميني على ما اقدر امتص الطاقه دي. وبالفعل يا صديقي بيمتص قوه اورديلا وبقى قوي جدا لدرجه مهوله. العالم بيتحول لظلام دامس، ولكن في اللحظه دي هيكارو بيستغل الخلل اللي كان حصل في جسم فيست قبل كده، بيسحب ألما بكل قوته من فيست وبينجح فعلا، وكان بيفصل دراع فيست عن جسمه، وده ادى لان جامي واكي بيرجعوا له عيهم مره تانية. فيست بيقول لألما بما انك عصبتني فانا مش هرحمك حتى لو كنت اخويا، وبيوجه ضربه قويه جدا باتجاهه. ولكن ساعتها هيكارو بيفدي ألما وبيقف قدامه وبيتعرض للضربه دي بتخترق جسمه، وبيحصل بعدها انفجار كبير في المكان. اما ارملس بقت بتتمتع بقوه كبيره جدا، واول لما بتشوف جامي واكي بتهجم عليهم، ولكن جامي بيستخدم قوته وبيحاول يصد ضربتها دي، ولكنه مش بيقدر يتملك نفسه وبيفقد الوعي. وما كانش قدام اكي ساعتها حل غير انها تاخد هيكارو وجامي وتهرب من المكان. نروح بقى لكيان، وقت ما بتحلل اللي بيحصل في الوقت ده بيظهر لها ناتورو ويوان وامادا وايري، ودول تبعون لمجموعه كاجامي، وكانوا جايين يعرضوا مساعدتهم عليها لان الكارثه اللي حصلت دي بتهدد العالم كله مش بس المدينه اللي هم فيها. على الجانب الثاني بيكون العالم كوين متولي الاشراف على علاج هيكارو واكي وجامي. نهاتو لما بيشوف حاله اخوه بيضطر يدي اوامر بنقله من المكان علشان عاوز يحميه. نرجع بقى لكيانو اللي بتقول للفريق بتاعها بعد تحليل وابحاث طويله وصلت انها مش هتقدر يدمروا باللورات الاربريتيوم الشبيهه بالشرنقه دي الا بواسطه قوه سكلوبس، ودي القوه اللي بيملكها جامي بالفعل. وبما ان تودو اللي معاه سكلوبس دلوقتي بعد اصابه جامي، فاحنا محتاجين نوصل تودو للشرنقه دي. بس كوين بيقول لهم الموضوع هيبقى صعب لان ارملس بتحرس الشرنقه دلوقتي. ساعتها اكي بتقول لهم مش هيبقى صعب ولا حاجه، انا اللي هنفذ المهمه. وبالفعل بتخرج اكي في طريقها ومعاها بقيه مجموعه كاجامي. لما بتوصل اكي بتكون متضايقه جدا وبتهجم على ارملس بكل قوتها، وبتنجح تفصل راسها عن جسمها في لمح البصر، ولكن ارملس بتعيد الاتصال بجسمها مره تانية وبتخبط اكي بتوقعها على الارض. وساعتها يا صديقي بتحصل المفاجاه، وهي ان فوبوك اخت اكي بتظهر وبتتحد معاها وبيفعلوا قوه الازرع الاليه بتاعتهم سينسي وديكس، بيوجهوا ضربه قويه جدا باتجاه راس ارملس وبيدشملوها، وبينجحوا اخيرا انهم يقضوا عليها للابد. ودلوقتي جه دور تودو يا صاحبي. بنشوف فيست وهو لسه متحكم في طاقه اورديلا وبيكون بلورات ضخمه، ولكن مع مرور الوقت البلورات دي بتبدا تتشقق، وكل شرخ فيها بيطلع منه قدر مهول من الطاقه لدرجه انها بتسبب في انهيار اجزاء من المدينه. واثناء الفوضى دي مبنى كامل بيقع على جون واصحابه هم في المدينه، وبيلاقوا نفسهم متحاصرين تحت الانقاض ومعاهم توس واونر. في نفس الوقت جهاز نبضات القلب بتاع هيكارو فجاه بيبدا يصفر وبياكد ان قلبه واقف عن النبض، وطبعا ان هيكارو بالشكل ده مات خلاص. نرجع بقى لجامي اللي بيبدا يتوتر ويقول احنا لازم نلاقي حل نطلع بيه من هنا بسرعه. في اللحظه دي سلاح اونر بيتكلم وبيقول مفيش غير سلاح توز وكازو، هم الوحيدين اللي يقدروا يطلعونا من الورطه دي بسبب قدراتهم الفريده. بس دلوقتي الازرع دي مقيده علشان تستخدم بشكل محدود، وده طبعا تعليمات شركه كاجامي. وعشان كده جامي بيبص لتوس وبيقول لها حرري سلاحك، وفعلا بتستجيب ليه وبتحرره. ودلوقتي جه دور كازو اللي المفروض يحرر سلاحه، بس صاحبنا بيكون مقلق شويه لانه لو حرره ممكن ينتقم منه، وده لانه كان بيعامله معامله وحشه جدا طول الفتره اللي فاتت. بس ساعتها جامي بيزعله وبيقول له احنا ما عندناش اي فرصه تانية، يلا حرره وبطل دلع. في اللحظه دي كازو بيضطر يحرر سلاحه فعلا، واللي بيكون اسمه ادل وباين عليه ان هو ذكي جدا. جامي بيقول له شوف لنا طريقه نخرج بيها من هنا. في الوقت ده ادل بيعمل فحص كامل وشامل للمكان وبيحلل الطرق اللي ممكن تخرجهم من هنا. بعد ما بيخلص بيبدا يشرح ليهم خطته، وهي ان توس هتطلق النار باستخدام الذراع الاليه بتاعتها وهتضرب مكان واحد لحد ما تظهر بعض الانهيارات. وساعتها هيجي دور كازو وادل في تدمير الانقاض بكامل قوتهم. بالفعل بيبداوا تنفيذ الخطه وبينجحوا اخيرا ان هم يخرجوا من المكان ده بفضل ذكاء ادل. بس في اللحظه دي جامي بيسيبهم ويمشي. كازو بينادي عليه وبيقول له انت رايح فين؟ جامي بيقول له انا كنت همشي لوحدي بس خلاص يلا بينا نروح لهيكارو. على الجانب الثاني هيكارو بيكون نايم على السرير ومفيش اي استجابه، وجنبه اكي اللي بتكون منهاره من البكاء. جامي بيوصل للمكان بمساعده كازو، واول لما بيشوف هيكارو بيتصدم ومش بينطق ولا كلمه. بعد لحظات من الصمت جامي بيقرب من اكي وبيقول لها انا هحاول اخلي هيكارو يصحى بس محتاج مساعدتك. ومن غير تضييع وقت جامي بياخده وبيروح مع اصحابه لمقر الشركه عند اخوه نهاتو. نهاتو اول لما بيشوفهم بيقول لهم انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ فبيقول له جامي احنا نقدر نستخدم قوه سكلوبس علشان نرجع هيكارو للحياه مره ثانيه. انا عارف ان قدره سكلوبس بتقدر تتحكم في تدفق الاربيوتيوم، وده اللي بيمنع سيطره فيست وارملس، وكمان بيقدر يعالج المرض اللي انا بعاني منه، وعشان كده نقدر ننقل الاربيوتيوم من باقي الناس لهيكارو بنفس فكره نقل الدم، وبكده نقدر نرجعه للحياه من جديد. هنا نهاتو بيرد وبيقول له بس يا جامي قوه سكلوبس ما اتصنعتش علشان تستخدم بالطريقه دي، علشان تقدر تحيي الشخص من تاني انت محتاج كميه هائله من الاربيوتيوم، وساعتها سكلوبس مش هيقدر يسيطر عليها، وهتكون النتيجه انه هيتعرض لضرر بطريقه لا يمكن اصلاحها مره ثانيه. والذراع الاليه دي مميزه جدا ولا يمكن صنعها مره ثانيه. في اللحظه دي جامي بيقول له كفايه بقى الكلام اللي ملوش لازمه ده، انا سؤالي واضح، هل الموضوع هينجح ولا لا؟ وساعتها نهاتو بيوافق ينفذ خطته. دلوقتي جه دور جامي يجازف بنفسه بسلاحه في
سبيل انقاذ حياه هيكارو، وده لان جامي هو الوحيد اللي يقدر يتحكم في السكلوبس بشكل كامل. بيفعل سلاحه بيقول لاصحابه احنا كلنا لازم نقف سوا علشان ننقذ حياه هيكارو، وده من خلال اننا نستخدم القوه دي علشان نرسل الاربيتوم الخاص بينا لهيكارو. ساعتها بيتكلم واحد من اللي موجودين وبيقول له احنا ايه اللي يجبرنا نعمل كده؟ فبيرد جامي ان ده مجرد انسان عادي وما كانش في اي سبب يدعو للقتال معانا، ولكنه حب يساعدنا. تعب نفسه معانا لحد اخر نفس، ولما كان عايز يحمي صديقه ألما اتعرض للموت بسببه، وعشان كده احنا لازم نساعده. وبالفعل بيبداوا في تنفيذ العمليه. في الوقت ده هيكارو بيفتح عينه بيلاقي نفسه في مكان ابيض فابيض ومش عارف نفسه هو فين وايه اللي جابه هنا. فجاه بيلاقي ايد بتشده وبتوقعه على الارض وايد تانيه بترزعه في وشه. في الوقت اللي الكل بيكون بيمد هيكارو بالاربيتوم الخاص بيهم على امل انه يرجع للحياه مره تانيه. اما هيكارو فبيبدا يستعيد جزء كبير من ذكرياته، وبعد شويه بيشوف ايد ألما وهي ممدوده له، ومره واحده بيلاقي اتنين ماسكين ايده بيشدوه باتجاه ألما. هيكارو وقتها كان اتصاب بالاحباط وبيقول انا ما عنديش اي هدف ولا اي حاجه امشي وراها ومش عارف اروح فين دلوقتي. طبعا الكل في المختبر بيبقوا مش عارفين يعملوا ايه بما ان مفيش اي تطور في حاله هيكارو. في اللحظه دي ادل بيقترح عليهم ان هم يقربوا من بعض اكتر علشان كثافه الاربيتوم تزيد اكتر من كده، وبالفعل بيبداوا في تنفيذ كلام ادل والكثافه بتزيد فعلا. وكانت النتيجه ان هيكارو بدا يستعيد تفاؤله وتمسكه بالحياه من تاني لما بيفكر في كلام ألما ليه واللي دايما بيسنده وبيشجعه. بس في اللحظه دي بتحصل مفاجاه ما كانش حد يتوقعها، وهي ان قوه ارديلا بتكتمل وبتنتقل لفيستو. مش بس كده لا، كمان بيندمج في جسم جامي، وده لان جسم ياكامو بقى ضعيف بالنسبه له ما عادش قادر يتحمل اكتر من كده. ده غير ان جامي كان اقوى حد في عيلته، فامتلاك فيست الجسم ده هيديله قوه جباره بالاضافه لقوه ارديلا. وساعتها بيحصل الشيء العجيب يا صديقي، هيكارو بيرجع للحياه مره تانية بعد اندماجه مع ألما. في اللحظه دي فيست بيسرح بخياله، بيفتكر صديقه القديم بيتسوكي لما قال له انت لازم تنقذ بني جنسك مهما كلف الامر. في الوقت اللي هيكارو بيكون واقف فيه قدام فيست وكل اللي موجودين في المختبر قاعدين يبصوا عليهم ومذهولين، ولسان حالهم بيقول هو انت لسه عايش ازاي؟ دلوقتي بقى ندخل في صراع العمالقه دول. هيكارو بيقول لألما احنا لازم نسترجع جامي. على طول بيفعل اقصى قوته وبيواجه ضربه قويه جدا لفيست، ولكن الاخير بيصد الضربه بكل سهوله. بعدها فيست بيبعد عنهم شويه وباستخدام قوته بيطلع مبنى غريب من قلب الميه. هيكارو بيقول ايه البتاع ده كمان وهي ايه نيته بالظبط؟ فيست بيرد بما ان دلوقتي بملك جسم كاجامي ومضخم الاربيتيوم ده، فانا اقدر انشر قوه ارديلا في جميع انحاء العالم. هخضع البشر كلهم تحت سيطرتي، وفي عالم جديد هساعد بقى الازرع الالهه على التطور اكتر واكتر. هيكارو ساعتها بيقول له انت بتحلم يلا. فبيرد فيست بيقول له ما عنديش مشكله، يبقى لازم اخلص عليكم الاول، وبينطلق ناحيتهم، ولكن هيكارو بيصد هجومه. فيست بيطلق عليها اشعه ليزر وهيكارو بيتفاداها بكل براعه، ولكن لما بيجي يهجم على فيست هو كمان بيتفاداه. مش بس كده، فيست بيكون كره اشعاعيه وبيرميها على هيكارو، ولكنه بيهرب قبل ما تصيبه وبيستمر القتال ما بينهم. ضربه من هنا وضربه من هناك وبوم بيرزعوا هيكارو ضربه قويه بتغرقه في قلب الميه، ولكن بعد شويه بيخرج لهم من تاني. ده لو بيحاربوا عفريت مش هيبقى بالشكل ده يا صديقي. ومن الواضح ان فيست بدا يفقد السيطره تدريجيا على جسم جامي. هنا هيكارو بيستغل الفرصه وبيرزع فيست بنيه في وشه، بس اللي حس بالضربه دي كان جامي وبيقول له بالراحه يا عم انت. هيكارو بينشغل مع جامي وفيست بقى بيسيطر على جسمه مره ثانيه وبيروح لهيكارو بيضربه برجله لفوق. مش بيسيبه اللي عنده لا، كمان بيطلع وراه بيضربه ضربه اقوى من الاول بيسحقه حرفيا. فيست بيقول له كفايه عليكم كده وجه الوقت اللي انهي فيه امركم حرفيا. وهنا إلما بيقول له هو ليه كل ده يا فيست؟ هو انت مش عارف ان من يوم ما وصلنا للكوكب ده واحنا والبشر عايشين مع بعض؟ فيست بيقول له انت مش عارف اي حاجه، انت مفكر ان موت بيتسوكي وياكامو كان مجرد حادثه، ولكن الحقيقه الموضوع ما كانش كده خالص، ده كان موضوع متدبر ومقصود من البشر. إلما بيقول له لا مستحيل. هيكارو بيتكلم وبيقول للفيست بصراحه عندك حق، اي نعم البشر ممكن يغيروا بسبب اقل شيء، لكن بالرغم من ده في ناس فيهم طيبه، مش كل البشر سيئين ومش كل البشر اشرار. ودلوقتي انت عارف مين فينا اللي عاجز، وخصوصا انك مش قادر تتجاوز الماضي يا ضعيف. فبيرد فيست بيقول له تعالى اوريك مين فينا الضعيف، بس لازم تكون عارف ان هوفي بوعد لتسوبوكي انما انتوا البشر مخلوقات حمقى بتؤذي بعض على اتفه الاسباب، وعشان كده انا هحكم البشر واستخدمكم كوسيله لانشاء مدينه الفاضله، وبعدها هنقذ باقي الازرع الاليه مهما كلف الامر. بيبص لألما وبيقول له انت بقى حكايتك يا نجم هتفضل حليف ليهم بعد ما قتلوا ياكامو. بيوجه عليهم ضربه قويه جدا هما الاثنين ولكنهم بيصدوها، وده لان هيكارو وألما قوه ارتباطهم زادت اضعاف بكتير عن الاول. هيكارو بينطلق باقصى سرعته وفيست بيستقبله بكل قوه. اول لما بيحصل تصادم بينهم هما الاثنين كل واحد فيهم بيضغط بكل ما اوتي من قوه. القوه بينهم كانت متوازيه بشكل كبير ومحدش فيهم قادر يزحزح التاني ولو سنتي واحد من مكانه. في اللحظه دي جامي بيصرخ وبينادي على هيكارو بيقول له عاوزك تتجمله وتنقذني من المخلوق اللعين ده. ساعتها هيكارو بيهجم على فيست بضربه والتانيه وبوم بيروع عليه تماما. بيستمر صراع شرس ما بينهم الاثنين، بيفضلوا يتبادلوا ضربات بسرعه جنونيه، لا هيكارو قادر يحسمها ولا فيست مستعد يتراجع، والمعركه بتزيد شراسه كل ثانيه. وفي لحظه
واحده فيست بيطلق شعاع مدمر باقصى قوته ناحيه هيكارو، ولكن هيكارو بقبضه واحده بس بيقدر يصد الهجوم ده من غير ما يتراجع خطوه. في نفس الثانيه بيوجه لكمه مرعبه في وش فيست، لكمه كانت كفيله انها ترزعه في الارض من شده قوتها. ولما الغبار بيبدا يهدى كان فيست واقف وجسمه كله متهالك وانفاسه بقت تقيله بشكل واضح جدا. فيست استنزف كل القوه اللي عنده في المعركه دي. هيكارو بيبص لألما وبيقول له ما تقلقش انا هنقذ اخوك، هو كمان مش هسيبه لوحده. والحركه الاخيره اللي في المعركه بعد جذب وشد ما بينهم بينتهي بان هيكارو بيوجه الضربه القاضيه لفيست وبيخلص عليه وسط انفجار شديد. فيست بيرجع ويتحول لمكعب مره تانية، وبكده بيكون هيكارو قدر يخلص الخطر اللي كان بيهدد العالم. بنعرف المنظمه الحقيقيه اللي ورا كل ده، والمنظمه دي كان اسمها هيترو، وكانت بتستخدم الازرع الآلية علشان تحقق الجرائم بتاعتها. اما جامي فبيكون مجموعه كاجامي جديده وبيكون هو المدير التنفيذي بتاعها، وهدفه دلوقتي هو يشوف طريقه خلي البشر والازرع الآلية يتعايشوا مع بعض. وعشان كده بيجهزوا بوابه، ودي كانت الوسيله الوحيده القادره على نقل الازرع الآلية من عالم البشر لعالمهم الوصلي. وساعتها بتيجي اصعب لحظه في القصه بتاعتنا، لحظه الوداع ما بين هيكارو وألما. بعد كل اللي عاشوه سوا وكل الذكريات والمواقف اللي جمعتهم مع بعض بداوا يسترجعوا اجمل لحظات في الصمت مليان بالحزن. في النهايه بيجي الوقت اللي ألما لازم يرجع فيه العالم بتاعه من جديد، وهيكارو بيودعه وكان عارف ان دي ممكن تكون اخر مره يشوفه فيها. وبكده فيديو النهارده خلص يا صديقي. ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وسبسكرايب في القناه لو عايز تشوف فيديوهات اكتر، ويلا بينا اشوفكم الفيديو اللي جاي. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام وسلام.